هن تشوكان، زهرة زرقاء. حد فيكم شاف زهرة زرقاء قبل كده؟ في زهور حمراء وبيضة وبنفسجي، بس هن تشوكان زهرة زرقاء. الكاهن الأكبر قال له على الموضوع ده وهو بيضفر له جدايل شعره الطويلة. انت زهرة زرقاء نادرة وسط تلوج التبت يا هن تشوكان. الزهور الزرقاء بيبقى جمالها ساحر وبتبقى نادرة زي الياقوت، بس مفيش حد بيفهمها والزهور التانية بتحسدها. لو لقيت زهرة زرقاء ما تتوقعش انها تكون سعيدة. أيوة، هن تشوكان زهرة زرقاء. ومن هنا بتبدأ قصتنا. تلج التبت والعاصفة والضلمة، وحيوان الياك بفرو التقيل الدافي، والدير المستقر في كتل الجليد. انت مش فاكر ازاي ولا امتى لقيت نفسك في العالم ده، بس الأكيد انك دخلت وانت لسه طفل صغير خايف، وشك أصفر، مش عارف تاخد نفسك وانت ماشي بخطوات مترددة، وإيدك ماسكة في ديل عباية والدتك وهي بتقدمك للكاهن الأكبر اللي قاعد مربع فوق صخرة النيرفانا. ده ابني أيها الكاهن، كنت عملت نذر إني أوهبه للدير لو عاش وشاف 10 فصول شتاء. لسه فاكر الجمرتين اللي بصولك باهتمام من تحت حواجب تقيلة زي فرو الياك؟ قرب يا هن تشوكان. ازاي عرف اسمك؟ انت خلاص ما بقيتش هن تشوكان، انت بقيت الزهرة الزرقاء، بقيت نادر وغريب زيها. حسيت بإيده بتمسح على راسك، وبمناخيره الضخمة الباردة بتلمس مناخيرك وهو بيرحب بيك. لحظتها عرفت إن الدير بقى بيتك ومستقبلك، وإن النفراي هتكون فلسفة حياتك. الأخ ميانج قال: لما الشمس تغرب ودمعي يلطخ طوب السما الأزرق، فجر النفراي بيبدأ. على ضوء الشموع، هن تشوكان بيدرس الباجافاد جيتا، الكتاب اللي بيربط البوذية بالهندوسية، في الوقت اللي الكاهن الأكبر كان قاعد قدامه بيشرب الشاي بالزبدة وبيصحح له نطقه وبيجاوب على أسئلته. هو احنا بوذيين أيها الأخ الأكبر؟ لا، احنا مش بوذيين. طيب هندوس؟ ولا هندوس. يبقى أكيد كونفوشيوسيين. ولا ده كمان يا ابني. عينين الولد الصغير وسعت عشان تبين حيرته البريئة وهو بيسأل: أمال احنا مين؟ الكاهن رد عليه بهدوء: احنا نفراي يا ابني. وبعدين خد شفطة من الشاي وكمل: احنا بناخد أفضل شيء من كل شيء. احنا مش سلبيين زي البوذيين، ولا عبدة بقر زي الهندوس، ولا غرقانين لودنا في فلسفة غامضة زي الكونفوشيوسيين. الأخ ميانج قال: هي النار بتحرق ليه؟ عشان هي نار. ليه المية بتطفيها؟ عشان هي مية. وليه النمر بيرتوي بيها؟ عشان هو نمر. عينين الولد الصغير وسعت. مش فاهم. الأخ ميانج ابتسم ابتسامته الهادية وهو بيطبطب على كتفك. ما تستعجلش، هيجي اليوم اللي هتفهم فيه، وقتها هتبقى نفراي حقيقي. العواصف التلجية بتهب، الرهبان بيخرجوا حافيين مش ماسكين في ايديهم غير العصيان بتاعتهم، بيقفوا في وش العاصفة، التلج بيتكوم على حواجبهم ومناخيرهم. بعد كده ما بيتحركوش ولا بيرتعشوا، بس انت سنانك بتخبط في بعض وما بقتش حاسس بأطراف صوابعك اللي أعصابها بتتحرق. الأخ ميانج بيوطي عشان يهمس في ودنك: ما تخافش، الطبيعة مش بتأذي ولادها. بس انت بترتعش وحاسس انك بتموت. النفراي عمره ما بيحس بالبرد، عنده نار داخلية. بعد ثواني بتحس انك احسن، اللون الازرق اللي على رجليك واطراف صوابعك بيختفي. ايوه، الحرارة الداخلية اللي بيتكلموا عنها ابتدت تسري في جسمك. الكون هو اللي بتعتقده فيه. غمض عينيك وتخيل قرص شمس ملتهب فوق صحاري المغول وقافلة جمال. غمضت عينيك وحاولت، الموضوع كان صعب بس الإرادة كانت مالية قلبك. فجأة الرهبان بيصرخوا صرخات إعجاب وانبهار في الوقت اللي الأخ ميانج بيقرب منك عشان يمسح جبينك وهو بيهمسلك. عملتها يا بطل، جبينك غرقان عرق. شفت في كفه 4 نقط مية تحولوا ل4 ندف تلج بعد ثواني. في اللحظة دي اتأكدت إنك هتبقى واحد منهم في يوم من الأيام.
أما الأخ وين بياو كان بيبهرك بموضوع إنه بيطير في الهواء لما بيوصل لحالة النيرفانا الكاملة. كان بيركز عينيه على الأرض وحواجبه تعمل شكل 7، وبعدين فجأة رجليه تبتدي ترتفع لفوق متر أو مترين وهو في حالة غيبوبة. بعد دقايق ينزل تاني ببطء ويبتدي يكلمك كلام غامض بيقولوا إنه أسرار الكون. كنت بتسأل إزاي الواحد يوصل لدرجة الشفافية العالية دي؟ كانوا يردوا عليك ويقولوا لك ده مستوى عالي جدا من النقاء، والسر ما بيكشفش عن نفسه. هتلاقي نفسك طاير في يوم من الأيام لو عرفت تتخلى عن ماديتك. عضلاتك ابتدت تكبر، صوتك ابتدى يخشن، فوق شفايفك طلع زغب خفيف شبه نسيج العنكبوت. كنت حاسس بقوة غريبة بتسري في عروقك وروح سايرة مجنونة بتحاول تخرج من جسمك. في اليوم ده خدوك للكاهن الأكبر اللي كان قاعد مربع وسط الشموع عشان يهنيك وهو بيشرب الشاي بالزبدة. مبروك يا ابني، انت بقيت راجل. الوقت جه عشان تتعلم ازاي تكون نفراي حقيقي، بس في الأول لازم تبقى عارف إن أسرارنا سلاسل حديد بتربطنا بالأرض دي، وبمجرد ما هتعرفها هتربط نفسك بالدير ده طول ما انت عايش. وبعدين الأسود سللت لملامحه وهو بيكمل كلامه. انت متأكد إنك عاوز تعيش هنا للأبد؟ فاكر رهبة الاختيار والمصير اللي هيتقرر بكلمة، وعجزك عن الكلام لما لسانك اتحشر في بقك؟ بعد دقايق همست. متأكد؟ قول تاني. هتفت بصوت أعلى. أيوة متأكد. ما كنتش تعرف حاجة عن بكرة، بس العالم الخارجي كان غامض ملفوف بالظلال، ما فيهوش أي حاجة بتجذبك ليه. والحقيقة الوحيدة اللي كنت متأكد منها هي إنك بتحب المكان ده وبتحب الناس دي، الناس اللي انت تعرف كل حاجة عنهم. أما الناس التانيين فكر كويس، النفراي مش بيتجوز ولا بيلمس الستات. إزاي تقدر تتجاهل العواطف البكر اللي بتتصارع جوه قلبك واللي بتتمنى تهديها البنت ليها ضفيرة طويلة في يوم من الأيام؟ كان قرار صعب. النفراي مش من حقه يخلف عشان ولاده ما يستولوش على إخلاصه وحكمته. انت فاهم معنى الكلام ده كويس؟ واحد من تلاميذ جاتما سأل أستاذه: إزاي نتعامل مع الستات يا سيدي؟ جاتما رد عليه: ما تشوفهمش يا أناندا، ما تتكلمش معاهم، ولو واحدة منهم كلمتك يا أناندا ما تهتمش باللي بتقوله. لمدة شهر كامل الكاهن الأعظم كان بيستدعيك عشان يعيد عليك نفس السؤال، وكل مرة كان بيصعب عليك الموضوع أكتر. مع كده ردك ما اتغيرش. أيوة متأكد إني عاوز أبقى نفراي. جوعوه أيام ووعدوه بأكل شاهي لو قال لأ، سابوه في البرد والضلمة ساعات ووعدوه بالدفى لو قال لأ، حرموه من النوم يومين كاملين ووعدوه يسيبوه ينام لو قال لأ، بس كان مصر إنه يفضل معاهم للأبد. وأخيرا جه اليوم اللي ابتدى فيه رحلة النفراي، وشموا ظهره بوشم التنين المجنح، وركبوا له حلق في ودنه الشمال، وربطوا شعره الأسود الطويل ورا راسه ديل حصان، ولبس اللبس الأزرق السماوي المميز ليهم. بقى شبههم مع إنه لسه ما بقاش واحد منهم. الأخ ميانج قال: الحكمة زي الدبانة الخضراء، مهما حاولت تصطادها هتفشل، بس لو نسيتها وقعدت تتأمل هتلاقيها جت ووقفت على دراعك من نفسها. وبعدين يولع الشمع ويكمل كلامه: بس هما بيقتلوا الدبان الأخضر، لازم تبقى عارف ازاي تحميه. فجأة ومن غير أي توقع منك قلم سخن بينزل على خدك. انت ما شفتش ايده اتحركت ولا توقعت خيانة من النوع ده. بتقوم تقف بتحفز وانت حاسس بالإهانة وخدك أحمر. يلا انتم لنفسك يا ضفدع. عمرك ما توقعت التصرف ده من الأخ ميانج الهادي الرصين اللي طول الوقت بيقول حكم. فوق كده انت أصلا ما تجرؤش ترد له الضربة، ده الأستاذ بتاعك قبل أي حاجة قلم تاني أجمد من الأولاني بينزل على خدك. النفراي عنده كرامة، ما بيسيبش حد يضربه. الغريب انه كان لسه قاعد في نفس وضع التأمل الهادي كأنه ما عملش حاجة. قلم تالت خلى الدم يملى عينيك. بغضب نطيت ناحية الأخ ميانج عشان تمنعه انه يهينك أكتر من كده. انت بطيء جدا يا ضفدع. قال الجملة دي وهو لسه قاعد، اكتفى بانه يحرك جذعه يمين وشمال وورا وقدام عشان كل ضرباتك تروح في الهوا، كأنك بتحاول تصطاد دبانة خضرا من غير أي فايدة. يلا حاول تاني، حاول أسرع. في الآخر ما لقيتش قدامك حل غير انك تندفع بجسمك كله ناحيته. نط زي الثعلب على جنب وراسك اتخبطت في الحيطة الصخر اللي وراه. بعد لحظة رفعت وشك المبلول.
كانت دموع ولا دم؟ مش فاكر. الاتنين طعمهم مالح ومخلوطين بالألم، وهو كان لسه قاعد نفس القعدة الهادية الوقورة كأنه ما عملش أي حاجة. دقايق عدت ما بيقطعهاش غير صوت تنفسك السريع وأنينك، وبعدين سمعت صوته وهو بيضغط على كل حرف من كلامه. النفراي ما بيبكيش، بيطلب يعرف أكتر. وبعدين اتنهد وهو بيطبطب على راسك. بكرة هعلمك فن التفادي. لما الشمس تغرب ودمها يلطخ طوب السماء الأزرق، فجر النفراي بيبدأ. بالليل الرهبان بيتجهوا بصمت لهضبة النمور عشان يبدأوا تدريباتهم القتالية الشاقة زي ما متعودين يعملوا من قرون. الأخ ميانج وجه كلامه لبطلنا هن تشوكان. فلسفة قتال النفراي هي التفادي. ما تخليش العدو يلمسك، بس في نفس الوقت ما توجهلوش أي ضربة، ما تأذيهوش. بعد شوية هيتعب أو هيزهق ويسيبك. وين بياو طبطب على ظهر الولد. قتالنا مش زي قتال الديوك، احنا عقرب للنمور، تحرش واستعراض قوة وتفادي الاشتباك لأطول فترة ممكنة. الولد اتكلم وهو خايف وجسمه بيرتعش من البرد والترقب. طيب لو كان خصمي بيتفادى هو كمان؟ في الحالة دي مش هيكون خصمك. القتال مستحيل يحصل بين اتنين بيحاولوا يتفادوه. التدريبات ابتدت. في الأيام الأولى هن تشوكان حس إن في حاجة غلط في الموضوع. كل اللي كان بيعمله طول النهار إنه يشوح بدراعه يمين وشمال ويحرك رجليه في 5 أوضاع مرسومة كأنها رقصة. زميله في التدريبات كان جينغ تشا اللي دخل الدير في ظروف شبه ظروفه، إلا إن الولد ده كان من طينة تانية. عينيه كانت بتلمع بالشراسة والوقاحة، وجسمه على طول مشدود متوتر زي القوس، وطبعه مايل للعنف اللي ما كانش حتى بيحاول يخبيه. في الحقيقة الكل خدوا بالهم إن الولد ده هيكون مصدر للمشاكل، وإن تعليمه فن التفادي هيكون صعب جدا لأنه ما عندوش أي ميل للموضوع ده. بعد أيام التدريبات خدت طابع غريب. الطلبة لازم يعدوا وسط صفين رهبان شايلين عصيان تقيلة هدفهم إنهم ينزلوا بيها على دماغهم، والطلب عليهم إنهم يتفادوا الضربات دي. ولو سمحت ما تسألنيش إزاي، كان درس مؤلم. عشرات الضربات العنيفة نزلت على كتف الولد وراسه ودراعه. لحظتها عرف إن الموضوع مش هزار، وإنه لازم يبذل كل جهده عشان ينفد بجلده من الألم اللي بيحرق أعصابه ويبحتر كرامته. رغم الألم اللي كان حاسس بيه اتقدم، انحنى، اتمرمغ في التراب، ولما عدى أخيرا كان نجي من 20 ضربة مميتة، وابتدى يفهم إحساس السحلية وهي بتهرب من اللي بيطاردوها من غير ما تجرؤ إنها تهاجمهم. الأخ ميانج كان مستنيه. ارجع تاني. بس أنا لسه خارج. اسمع الكلام. فسمع، إلا إنه المرة دي كان أفضل واتفادى ضربات أكتر. الأخ وين بياو همس للكاهن الأكبر. الزهرة الزرقاء بيتحسن بسرعة، بس جينغ تشا لسه شرس زي الديب، حاول أكتر من مرة يضرب اللي بيهاجموه. عينين الكاهن لمعت تحت حواجبه التقيلة. روح نمر جريح، بس احنا هنروضها. بكرة يدخلوا نفق النار. نفق النار هو قمة تدريبات النفراي. بعده بينتهي صنع النفراي الجديد وبتبدأ مرحلة الصقل. هن تشوكان بقى شاب وسيم، واقف بقامته الطويلة وضفيرته نازلة على ظهره وهو لابس لبسه الأزرق المميز. جسمه متوتر زي مخلب القط، ودقنه المربعة بتوحي بقوة شخصيته. طبعا كان سمع عن نفق النار قبل كده وكان عارف إلى حد ما إيه اللي مستنيه جوه. عمره ما فشل إنه يحقق حاجة تمناها قبل كده، ودلوقتي هو بيتمنى يعدي الاختبار ده. كان عارف إن الكاهن الأكبر هيراقبه من فتحة سرية. الأخ ميانج اتكلم بأسلوب لطيف يقلق. النفق أهو، كلنا عديناه قبلك، الموضوع مش مستحيل. وبعدين بلع ريقه وهو بيديله قربة لبن يشرب منها، وبعدين كمل كلامه. ما تخليش نار عقلك تقل ولو لثانية واحدة، خليها ولعة ومتحفزة، عشان الثانية اللي هتنطفي فيها هتكون الأخيرة. تعالوا معايا نشوف الكابوس ده. ما تخافوش، طول ما أنا ماشي قدامكم بوريكوا السكة. أول ما الباب هيتقفل وراك الضلمة والصمت هيسيطروا على المكان. مش شايف غير ضوء مشعل ضعيف في آخر النفق، ومش سامع غير صوت دقات قلبك اللي بتدعي ربنا إنها متوقفش. إيه الصوت ده؟ أيوة ده، أيوة دي سقالة عملاقة مولعة نار بتقع فوق راسك بالظبط. ضوء النار بيملى المكان وفي ثانية بتنط لقدام. بس استنى، انت رايح فين؟ الأرض بتلمع بنصال خناجر مستنية أي حاجة تقع عليها. أيوة
يا سلام عليك، انزل بدقة في المكان الفاضي بين الخناجر. في نفس الوقت بتسمع صوت اصطدام السقالة المرعب وهي بتتكسر والخشب الوالع بيطير في كل مكان. للأسف مفيش وقت تاخد نفسك، عشان في عجلة ب8 أضلاع بتنزل من السقف وهي بتدور وترمي مشاعل مولعة نار ناحيتك. اسحب رجلك من بين الخناجر بسرعة ونط ولف حوالين نفسك في الهواء وحاول تتفاداها. طرف بنطلونك ولع، فكك، مفيش وقت تطفيه. حاول تسند على الحيطة الجانبية. لا ثواني، اوعى تعمل كده. سامع فحيح الافاعي المتحفزة اللي مستنياك من غير ملل عشان تعض اطراف صوابعك. يبقى كده مفيش حيطان جانبية. العجلة بتتدحرج ناحيتك وسهام مولعة نار بتخرج مندفعة من الحيطة في اتجاهك. مستحيل يكون في جحيم على الأرض بالبشاعة دي، مش سايبين لك ثانية واحدة تاخد فيها نفسك. نط من فوق العجلة وخد بالك من مكان رجليك عشان السائل الفاير المنتشر على الأرض ده أكيد مادة كاوية. أيوة، اتشعلق في الحبال اللي نازلة من السقف، وبكده السهام والعجلة يعدوا من تحت رجليك. دلوقتي سيب الحبل فورا، سامعني؟ فورا. انت مش شايف التعبان اللي لف حواليه بينزل ببطء عشان يلدغك ولا ايه؟ كلنا عدينا قبلك، الموضوع مش مستحيل. سيب الحبل ونط للأرض. خلي رجلك تنزل في المكان الضيق اللي بين الخناجر، بس خليك بعيد عن المادة الكاوية. صحيح، بالمناسبة في جذع شجرة ضخم مولع نار نازل من السقف بيتمرجع ناحيتك. وطي عشان الجذع يعدي من فوق راسك، وبعدين خطي بسرعة بين الخناجر قبل ما الجذع يرجع تاني. كام سهم اتفاديته؟ كام تعبان كان هيلدغك؟ كام كتلة نار وقعت فوق راسك؟ مش فاكر؟ المشاهد دخلت في بعض في دماغك، بس انت اتحدت مع سرعة الكون. ما كنتش انت اللي بتتحرك، كانت الشعب والأجرام والإلكترونات في مداراتها الأبدية. لثواني كنت عايش بأعصاب قط خايف، بتوتر تعبان غضبان، ولثواني قليلة فهمت مشاعر البعوضة والكف التقيل نازل عليها. بس لازم تفتكر ان انت نجحت. خرجت من النفق متوتر وعينيك زايغة، لدرجة انك نطيت مترين لورا عشان تفلت من ايد الاخ وين بياو لما حطها على كتفك عشان يهنيك. صرخات الرهبان عليت وهم بيحتفلوا بالراهب الجديد. رحت معاهم للكاهن الاكبر عشان ياكد لك انك عديت اسوأ لحظات حياتك بنجاح. ابتسم برقة وسألك اهم سؤال في الكون: ليه ما حرقتش الافاعي بشعلة النار؟ عشان أنا نفراي. ما خفتش من الموت؟ النفراي مش بيخاف غير من موت الكائنات التانية. ودي كانت من المرات القليلة اللي الرهبان شافوا فيها الكاهن الأعظم بيبتسم برضا. وبالليل هن تشوكان عرف إن جينغ تشا عدى نفق النار بنجاح، رغم إنه اضطر يبعد الأفاعي بمشعل النار، الشيء اللي الكاهن الأعظم اعتبره دليل على قلة الحيلة والعدوانية اللي ملهاش أي مبرر على الإطلاق. أنا مش بلوم جينغ تشا، وما يتهيأليش إن في حد منكم ممكن يلومه. كلنا كنا هنعمل نفس الشيء ده لو ما متناش من الرعب في أول لحظة دخلنا فيها النفق. بس الفرق هنا إن الاختبار مش الهدف من وراء قتل الممتحن، إنما اختبار أخلاقه وجدارته بإنه يكون نفراي. جينغ تشا ما قدرش يبقى نفراي، بس ما اتطردش من الدير، وده كان تسامح غبي، تسامح ملوش أي مبرر على الإطلاق. سنين عدت، ولما الليل دخل هن تشوكان خد تلميذه الصغير اللي أطرافه وقلبه كانوا بيرتعشوا وراح بيه لصخرة النيرفانا المتغطية بالتلج وهمس له بهدوء: هي النار بتحرق ليه؟ عشان هي نار. ليه المية بتطفيها؟ عشان هي مية. وليه النمر بيلتوي بيها؟ عشان هو نمر. الولد الصغير رد عليه وهو خايف: مش فاهم. ما تستعجلش، هيجي اليوم اللي هتفهم فيه، وقتها هتبقى نفراي الحقيقي. هن تشوكان فهم من سنين، فهم التسامح المطلق مع طبائع الأشياء، فهم إن كل حاجة مش ممكن تكون حاجة تانية غير نفسها. لما تفهم إن النار ملهاش حيلة غير إنها تحرق، والمية ملهاش حيلة غير إنها تطفي، وقتها هتغفل للتعبان لدغته وللقطة خربشتها ولخصمك ضرباته. بس لسه في سنين كتير مستنية الولد ده عشان يعرف اللي هن تشوكان عرفه. لازم ينجح في اختباراته الخاصة ويكتسب خبراته الذاتية، عشان مفيش حد بيهديك الحكمة، انت اللي بتهديها لنفسك. الإضاءة الضعيفة كانت مخلية الرؤية صعبة في صومعات الكاهن الأكبر، بس صوته الضعيف كان بيخليك تشوف وشه المليان بالتجاعيد وجفونه الدبلانة. بقى شيخ عجوز، بس ده ما يمنعش إن هيبته زادت. ادخل يا هن تشوكان. من سنين طويلة ما ندهش عليه بالاسم ده. انت عشت وسطنا وبقيت واحد مننا، وما كناش غلطانين لما استنينا الخير منك. وش الشاب احمر ووطى راسه وهو عاجز إنه ينطق بأي كلمة.
امبارح بس قدر يوصل لمرتبة التأمل الكاملة اللي وصل لها الأخ وين بياو. غرق في غيبوبة كاملة مش فاكر منها غير حقائق علوية مش فاهم كنهاها. لما وعي يرجع له، الرهبان قالوا له إنه ارتفع عن الأرض كام سنتي من شهر واحد بس. قبضته اخترقت الصخر. ركز أفكاره كلها في صورة واحدة، صورة إيده وهي بتغوص في الصخر. تخيل جزيئات إيده بتبعد عن بعض عشان توسع مكان لجزيئات الصخر، والعنصرين امتزجوا التحموا. لما فاق، إيده كانت غايصة في الصخر لحد كوعه. كان بيتقدم من غير شك وكان يستحق التكريم. الوقت جه عشان تعرف سر الأسرار. وقام بهدوء وراح لتمثال كبير لبوذا متربع في وضع التأمل المشهور، ولف وبص ناحية الشاب عشان يشوف رد فعله على اللي هيشوفه. وبنفس الهدوء المقصود لف راس التمثال. لحظتها الشاب المرعوب عرف إن الراس عبارة عن غطا جسم التمثال المجوف، ممكن تتشال من مكانها عشان تكشف عن لفة ورق أصفر مهري باين من فتحة الرقبة. ده كتابنا، حاضرنا ومستقبلنا، الشكارة، الكتاب اللي فيه كل أسرارنا وفلسفتنا. وبعدين بص للشاب من غير ما عينيه ترمش. انت النهاردة عرفت مكانه، قليلين اللي يعرفوا، والمعرفة مسؤولية ما يفهمهاش غير الرجالة. المعرفة ألم دايم وعذاب مقيم. انت ما كانش في حاجة بتخوفك وانت جاهل، انما النهاردة. ورجع قفل الفتحة براس بوذا، لفها حوالين محورها زي غطا الإزازة وهو بيكمل كلامه. ممكن يسألوك، ممكن يعذبوك، مع كده مش هتتكلم عشان انت فاهم ان الكتاب ده حياتنا. كمل كلامه وهو بيرجع عشان يقعد في ركن الأوضة. الين واليانج هيتصارعوا جواك، بس انت هتنتصر. انا عارف انك هتنتصر. من النهاردة انت اللي هتحمي الكتاب ده. الشاب جسمه كان بيرتعش من الرهبة، من المسؤولية، من الفخر والخوف. على قد ما كان فرحان بالمسؤولية دي، على قد ما كان خايف منها. بكرة هتبدأ مرحلة السريانة. سريانة؟ أيوة، السريانة. عقيدة النفراي متقسمة مرحلتين: مرحلة التفادي أو القتال السلبي واسمها الرنجانة، ومرحلة الهجوم أو القتال الإيجابي واسمها السريانة. يعني الرنجانة لوحدها مش كفاية عشان تحميني؟ كفاية عشان تحميك أنت، بس مش كفاية عشان تحمي مبادئك وتحمي الناس اللي بتحبهم. لو حرامي هجم على بيتك، التفادي مش هيمنعه إنه يسرقك، مش هيمنعه إنه يأذي والدتك العجوزة، ومش هيمنعه إنه يقطع كتاب صلواتك. امتى هبدأ السريانة؟ هتبتدي من بكرة. الولد بلع ريقه وسأل السؤال اللي كان بيتمنى إن إجابته تكون لأ. جين غتشا هيبتدي معايا؟ الكاهن الأعظم ابتسم في الضوء الضعيف. انت بتكره جين غتشا، مظبوط؟ أنا أيوة بتكرهه، وروحك مهمومة بالحمل ده، بس انت خايف تقول. اطمن، جين غتشا عمره ما كان نفراي وعمره ما هيكون. بالتالي هو مش مؤهل انه يتعلم السريانة. انك تعلمها له كأنك بتعلم خنزير بري الشراسة، شيء ملوش أي فايدة وممكن يشكل خطر كبير على الجماعة. الكاهن الأكبر سكت، وهن تشو كان عارف إن الحوار انتهى. تشا سريانة، قالها وهو بيوسع المسافة بالرجليه وبيثبت قدمه بقوة على التلج. جوانج سريانة، قالها وهو بيفتح دراعاته المشدودة وبيوسع صوابعه عشان تبقى شبه مخالب النمر. كيو سريانة، قالها وهو بيرجع براسه لورا على قد ما يقدر. دي الجمل التلاتة اللي قانون النفراي بيحتم عليه إنه يحذر بيها خصمه إن القتال هيتحول من الدفاع السلبي الرنجانة للهجوم الإيجابي السريانة. ومعنى الجمل دي بالترتيب لو الذاكرة ما خانتنيش هو: هبدأ السريانة، اوعى السريانة، خد السريانة، وقد أعذر من أنظر. مشهد مرعب، والشاب المتوتر بيحرر قوته عشان تخرج من مكمنها وتنط في وش خصومه كأنه منجنيق اتشد لآخره لحد ما حبله اتقطع. ورغم إن ال10 رهبان اللي حواليه أساتذة في فن التفادي، إلا إن ضرباته طيرت 4 منهم وقعوا يئنوا على التلج. كان بيتدرب يا إما على خصوم حقيقيين من الرهبان أو على تمثال إنسان بالحجم الطبيعي متعلم عليه نقط الهجوم الأساسية اللي متقسمة ل4 مجموعات. نارفا لونها أبيض، إصابتها بتسبب الخوف والارتباك. كارفا لونها أزرق، بتسبب فقدان الوعي. شورا لونها أحمر، بتسبب الشلل. كورا لونها أسود، بتسبب الموت. كانوا بيعلقوا التمثال ويمرجحوه بسرعة جنونية، والشاب واقف قبضته قدمه متلطخة باللون الأصفر، والأخ ميانج يصرخ. شورا،
في نفس اللحظة الشاب ينط زي السهم، وفي لمح البصر يوجه 4 ضربات للنقط الحمراء في التمثال المتحرك. كارفا. بعد ثانية النقط الزرقاء تكون اتلطخت باللون الأصفر، وبمجرد ما التدريب يخلص ينزلوا التمثال ويبدأوا يدرسوا أماكن اللون الأصفر اللي ثابتها قبضة الشاب ورجله على الأماكن المطلوبة. طبعا مش محتاج أقول إن النقط اللي الشاب كان بيهاجمها لما كان بيتمرن مع الرهبان كانت نقط النرفة اللي ما بتتسببش غير في الخوف والارتباك. في الوقت ده كان الأخ ميانج استوعب إنه عمره ما درب ولا هيدرب ظاهرة زي الزهرة الزرقاء. حتى مخترع فلسفة النفراي نفسه كان هينبهر لو شاف الشاب ده. كان التجسيد الحي لمعنى كلمة نفراي. الأخ ميانج قال: الولد ده هيكون له شأن كبير. مرة تانية الشاب قعد قدام الكاهن الأكبر بيقلب ورق الشكارة الأصفر المهري في ضوء الشموع. كان في مئات الأساليب الغريبة والمواعظ والنصايح والنبوءات والانتقادات للبوذية والهندوسية، بس كان في شيء غريب شد انتباهه أكتر من أي حاجة تانية. كان في طريقة غامضة اسمها شانكن. الكتاب بيقول إنها بتنقل الجسم المادي في الزمان والمكان. الطريقة كانت قايمة على التأمل المستمر المرهق، وطبعا وبما إن بطلنا صغير في السن فالمتعة اللي ممكن تيجي من ورا الطريقة دي شدت انتباهه. ابعد عنها، الناس اللي جربوها ماتوا. وبعدين بص في عينين الشاب وكمل كلامه: لعبة خطيرة قايمة على تفكيك جزيئات المادة عشان تدوب في الأثير في اللامكان واللا زمان، وبعدين تتجمع تاني في أرض تانية وزمن تاني. بس الشانكن ما حددتش ازاي تختار الزمان والمكان، ولا حددت ازاي ترجع من هناك. الشاب هز راسه بطاعة للكاهن الأكبر، بس السطور اللي قراها فضلت محفورة في دماغه. كان في إحساس جواه إنه هيجرب الطريقة دي في يوم من الأيام. مشاكل جينغ تشا كانت بتزيد وتتعقد. كان بيتخانق مع الكل من غير ما يحترم أي حد. يأسه إن يبقى نفراي خليه يحس إن مفيش حاجة يخسرها، وبقى واضح إن الكاهن الأكبر هيطرده من الدير بعد أيام أو ساعات. في نفس الوقت كان في شعب تنتشر في الدير إنه بيتردد على رهبان المهاينة في قرية قريبة، وده كان شيء خطير جدا، لأن النفراي رغم إنهم بيستخدموا كتير من تعاليم بوذا إلا إنهم كانوا بيعتبروا المهاينة أعدائهم الطبيعيين. في الليلة المشؤومة هن تشوكان كان بيمارس تأملاته في غابة التلج البعيدة، بس لما رجع الدير في الفجر زي عوايده حس من أول لحظة إن في حاجة مش مظبوطة. الحقيقة إن ما كانش في أي حاجة مظبوطة. فهم خطورة الموقف أكتر لما دخل الدير ولقى 3 رهبان واقعين على وشوشهم وحواليهم بركة من القيء. واحد منهم كان الأخ وين بياو. الولد عقله طار، طلع يجري على جوه. في كل قاعة كان بيلاقي كارثة مستنياه. كل الرهبان ماتوا، أو ممكن نقول اتقتلوا وبقوا غرقانين في سوائل معدتهم، وده دليل قوي إن في حادثة تسمم حصلت. حتى الأطفال ما نجيوش، حتى الأخ ميانج توأم روحه. إيه اللي حصل؟ وإزاي حصل؟ وإمتى حصل؟ إيه اللي حصل لكم يا نفراي؟ أنا كنت فاكركم أذكى من إنكم تموتوا. بس الواقع كان بيقول عكس كده. أكتر من 20 راهب اتحولوا لجثث هامدة. بخوف جري في الممرات ناحية الكاهن الأكبر، لقاه ركع على ركبه وسند راسه وكتفه على الترابيزة الصغيرة اللي قدامه، والقيء مالي المكان حواليه، وفي كوباية شاي واقعة مكسورة جنبه على الأرض. كان لسه بيتنفس. بطلنا جري عليه بلهفة وقعد جنبه وسند راس الكاهن العجوز على رجله. الشيخ فتح عينيه الدبلانة بضعف واترسم على وشه شبح ابتسامة رضا لما شاف تلميذه النجيب، وبعدين همس بصوت ضعيف: كلهم ماتوا؟ كلهم. عينين الشيخ العجوز دمعت، بل شفته الناشفة بطرف لسانه. معنى كده إن أنت بقيت الكاهن الأخير. ريحة بقه كانت وحشة جدا وهو بيتكلم، بس هن تشوكان ما كانش في حالة تسمح له برفاهية القرف. في نفس الوقت ما فرحش لما عرف إنه الكاهن الأخير. إيه اللي حصل؟ عينين العجوز زاغت. هو غلطتي. جينغ تشا حط السم في الشاي. الخنزير كان عاوز ينتقم. الموضوع أخطر. عاوز الشكارة، دور عليها في كل مكان. دور عليها؟ عشان المهيانة راح يجيبهم عشان يدوروا معاه، وهيوصلوا بعد دقايق. هي لسه في التمثال؟ أيوه، اللي هيلاقيها هيحكم العالم. مش عاوز إن جينغ عينين الشاب لمعت لما استوعب خطورة الموقف. حماية كتاب النفراي مسؤوليته. بعد ثواني هيكون النفراي الوحيد اللي فاضل على وش الأرض، وطبعا يقدر يتخيل الكارثة اللي ممكن تحصل لو واحد من عينة جينغ تشا لقى الكتاب ده. ما كانش فيه وقت لرقة المشاعر، عشان كده سند راس أستاذه اللي بيموت على الأرض وجرى على تمثال بوذا وفك راسه وشال الورق اللي جواه وحطه في صدره، وبعدين ركع جنب راس أستاذه عشان يسمع تعليماته الأخيرة. أقاومهم؟
لا لا، عددهم هيكون أكبر من قدراتك. ما تجازفش، الكتاب أهم من. أيوة، المعنى كان مفهوم. إنقاذ الكتاب أهم من الدخول في قتال نتائجه مش مضمونة. يبقى ما قداميش غير المهرب. هيلاقوك. طيب أعمل إيه؟ شانكن. أيوة، الطريقة اللي بتتكلم عن السفر في الزمن، بس الطريقة دي خطيرة زي ما الكاهن الأكبر قال له. ما قدامناش حل تاني. روح للأوضة اللي جنب أوضتي ابدأ التأمل. وإنت؟ أنا خلاص مش فاضل لي كتير. هن تشو كان سيطر على دموعه ومد ايده في صدره وسحب الورق القديم عشان يطلع منه الورقة اللي بتشرح طريقة شانكن، وبعدين رجع باقي الورق لصدره. وفي الأوضة اللي جنب أوضة الكاهن الأكبر ابتدى يقرأ. ضوء الفجر الوردي اتسرب من الشباك المنحوت في الصخر، وعالم اللحظات اللي مرت زي كابوس غريب عمره ما تخيله، والعالم بتاعه اللي انهار فجأة، واصحابه اللي ماتوا كلهم في لحظة، والمسؤولية التقيلة اللي اترمت على كتافه. كل الأفكار دي كانت واجعة قلبه ومالية عقله، بس هو زحها كلها على جنب وأخد نفس عميق وابتدى يحلم. صوت رجالة رجعوا وهو لسه بيحاول من غير أي تقدم. صوت حاجة بتتكسر، تمثال بوذا، بس لسه ملقوش اللي هم عاوزينه. ركز أكتر، امتزج بالكون، حاول ما تبقاش موجود. أهو انت بتقرب من حالة النيرفانا الكاملة. ما تخليش صوت السيوف يخرجك عن تركيزك، ما تخليش صوت أنين الكاهن الأكبر وهم بيعذبوه يشتت أفكارك. ارمي خوفك على جنب. أهو انت بتدوب في الأبدية، بتفقد ماديتك وبتتحول لذرات أثيرية بيقربوا من أوضتك، بس انت كمان قربت جدا. انت نجحت. بيتهيألي انكم بتسألوا نفسكم عن رفعت إسماعيل، راح فين بسخافته وصلعته وريحة سجايره؟ مشي وأخيرا هنسمع قصة من غير ما يقرفنا بوجوده. اصبروا شوية يا جماعة، ما تفرحوش قبل الأوان. أنا جاي، كده جاي أقابلكم بعد كام دقيقة. الضلمة والحر والخنقة. لثواني ال3 مفردات دول مالوا حواسه، ما قدرش يفهم هو فين، بس كان واثق من حاجة واحدة، إن الأوضة اللي كان بيتأمل فيها من ثواني اختفت. عينيه ابتدت تتعود على الضلمة، قدر يشوف شكاير خيش متكومة فوق بعض، وحيوانات صغيرة متغطية بالفرو بتجري هنا وهناك بسرعة رهيبة. فهم من غير ما يبذل مجهود إنه في مخزن، ومن الريحة عارف إنه مخزن لنوع من أنواع الحبوب، بس فين وفي أنهي زمن؟ سمع باب المخزن بيفتح وهو بيزيق. حزمة من أشعة الشمس اندفعت عشان تنغرس في عينيه زي الإبر. من بين الإبر شاف خيال طويل بيدخل من الباب. كانت بنت شابة، ورغم الألم اللي سببه ضوء الشمس قدر يلاحظ إن شكلها غريب. سمرة وعينيها واسعة على عكس البنات اللي في المكان اللي جه منه. عظمها كان عريض ورجلها ضخمة، عمره ما شاف بنت شكلها عامل كده، بس رغم غرابة شكلها كانت جميلة. بنشاط وخفة ومن غير ما تلاحظ وجوده رمت مقص كبير وشوية حبال على الأرض، وبعدين خرجت من المكان من غير ما تقفل الباب وراها. الشاب اتحرك ببطء واستخبى ورا كومة شكاير وبص على العالم الخارجي اللي ورا الباب. كان في رجالة بيتحركوا هنا وهناك، بشرتهم سمرة ولابسين لبس طويل واصل لرجلهم من تحت، مغطيين راسهم بغطية راس شكلها غريب. كان في منهم رجالة بتشيل شكاير، قالعين لبسهم الطويل عشان يكشفوا عن سروال أبيض واسع وسديري مليان زراير. محدش فيهم كان رابط شعره ورا ظهره أو لابس حلق. عقل هن تشو كان اشتغل بأقصى سرعة. كمان شوية هيتكشف، ووقتها عشان شكله ما يبانش غريب لازم يبقى شبه الناس دي. بهدوء مسك المقص وقص خصلة الشعر الناعمة اللي نازلة على ظهره. لقى توب طويل وغطى راس مرميين في ركن من أركان المخزن. التوب كان متوسخ وقذر وريحته عرق، بس الوقت ما كانش مناسب للالتزام بالقواعد الصحية. عشان كده قلع لبسه ولبس التوب وثبت غطى الراس الصوف على راسه، واتمنى لو كان يقدر يشوف انعكاسه في المية. الجزء المهم جه. حفر بضوافره في الأرض التراب وعمل حفرة صغيرة، وبعدين لف لبسه اللي قلعه حوالين كتابه الغالي وحطه في الحفرة وردم عليه. اتبسط لما لاحظ جفاف التربة، عشان ده معناه ان الرطوبة مش هتبوظ الكتاب. وطبعا ما نسيش يدفن خصلة الشعر والحلق. وبعدين مسح وشه بالتراب، هيبان قذر زي الخنزير، وهو ده المطلوب. وشه المتوسخ مش هيخلي الناس تنتبه لأن ضيقه لون بشرته الأصفر، على الأقل مش في الوقت الحالي. بعد دقايق سيلويت البنت ظهر وهي راجعة للمخزن. المرة دي ما كانش فيه مفر من إنها تشوفه. العينين اتقابلوا، شاف عينيها وهي بتوسع بخوف وشفايفها وهي بتهمس بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين خبطت بكفها المفتوح على صدرها. ما كانش شاف الحركة دي قبل كده. آبا صرخت بالكلمتين دول وهي بتجري عشان تخرج من المخزن. أما هن تشو كان ففضل متسمر في مكانه وهو حاسس بالحيرة من غرابة اللغة اللي البنت اتكلمت بيها، خصوصا الجملة اللي كانت مليانة بحرف ودانه مش متعودة عليه.
حرف الحاء. إيه المكان ده؟ ومين الناس دول؟ بعد ثواني المخزن اتملى بالفضوليين والمتحمسين والمتحفزين. ايه اللي جرى يا ولاد؟ أما أبا مين دي؟ أو الشخص اللي البنت نادت عليه كان راجل عجوز شنبه تقيل مليان بالشعر الأبيض، رابط راسه بمنديل ولابس بالطو أصفر لونه اتغير من سنين، وكان ماسك في إيده عصاية معدن طويلة شبه المدافع اللي الصينيين بيستخدموها في الحرب. بهدوء قرب من الشاب وسأله عن حاجة. انت مين يا ابني؟ وجيت منين؟ هند شوكان كان مقرر يتظاهر بالعته والخرس، وبكده يكون مش محتاج يرد على أي سؤال. اندمج في الدور لدرجة إنه دلدل لسانه بره بقه عشان اللعاب ينزل على دقنه، وبعدين زيغة ابتدى يتابع كلام الراجل. ما كانش محتاج يمثل إنه مش فاهمه. الراجل كان بيبص له بشك، وبعدين ابتدى يتكلم مع الرجالة بصوت عالي وهو غضبان وهما بيحاولوا يقنعوه بحاجة. الكائن الأخير ما خدش وقت طويل عشان يفهم إن الصوت العالي عادة من عادات الناس في المكان ده، وإن الهمس عندهم نوع من أنواع الصريخ. وكمان لاحظ إنهم مش سمر زي الزنوج، ولا صفر زي ولاد بلده، ولا بيض زي التجار الإيطاليين اللي شافهم في مرة. يا ام جابر، الناس صرخوا بكلمة. ست عجوزة شقت طريقها بين صفوفهم وهي شايلة عيش وشيء أصفر باين عليه إنه نوع من أنواع الجبنة. في إيدها التانية كان في إناء فخار المية متكثفة على سطحه. قربت منه وقدمت له اللي في إيديها. هند شوكان متعود على الجوع أيام طويلة، بس فهم إن من الحكمة إنه ما يرفضش. ابتدى ياكل الأكل اللي طعمه غريب وكل اللي واقفين بيراقبوه بفضول، ودانه الحادة كانت شغالة زي ودان القطة. فهم إن الكلمة اللي بيكرروها لكل واحد جديد بيدخل المخزن ملهاش معنى غير العته أو الجنون. أهبل. وكان في كلمة تانية بتتكرر برضه، كان واضح إن لها نفس المعنى. بتاع ربني. رغم إنه استغرب من حرف العين اللي متعودش يسمعه قبل كده، إلا إنه فهم إنه خد تأشيرة الدخول لعالمهم، وزي ما يكون بيكافئ نفسه رفع الإناء الفخار لبقه وشرب منه لحد ما ارتوى. طيب خلينا نسيب وجهة نظر بطلنا وناخد وجهة نظر أشمل. أظن إن المستمع استنتج إن الكاهن اترمى في قرية مصرية على بعد مئات الأميال من وطنه الأصلي. طبعا سيبك من موضوع إنه كان عايش في القرن ال16 والنهاردة هو في سنة 1967، يعني على بعد 4 قرون من زمنه الأصلي. وممكن نقول إن خدعته انطلت على الفلاحين. في الآخر هم ما عندهمش خبرة طبية، بس أكيد شافوا ناس مصابين بالنوع ده من التخلف العقلي اللي بيخلي العينين ضيقة والشعر ناعم، العيب الخلقي اللي الدكاترة بيسموه بالعته المنغولي أو متلازمة داون. عشان كده تقبلوا بسرعة فكرة إنهم يلاقوا شاب تايه متخلف عقليا بملامح صينية. في القرية اللي جنبهم كان في شاب زيه، وكان أهل القرية مسمينه الشيخ عطوة وبيتباركوا بيه. ودي عادة ريفية قديمة، عادة اعتبار المتخلفين عقليا أولياء متصلين بسر الكون. عشان كده ما كانش صعب عليهم إنهم يقبلوا الشاب الغلبان ده ما بينهم، مش مهم جه منين ولا هو مين، المهم إنه محتاجهم. أما عن المدعو آبا فكان محمد السقا غفير شنت الغلال. وطبعا آبا ده كان لما البنت شافت الكاهن الأخير واتخضت فنادت على والدها، وهند شوكان افتكر إن ده اسم الراجل. وعشان القرية كانت مليانة بعمال التراحيل في الوقت ده، وجود ناس غريبة ما كانتش حاجة مريبة. سعدية بنت الغفير كانت بتتنطط هنا وهناك بتساعد الرجالة في ربط شكاري الحبوب وتعدها، في الوقت اللي أخوها إبراهيم كان مشغول بمساعدة العمال مع أبوه. الأب فهم من أول لحظة إن الشخص الجديد اللي ظهر في القرية هيكون مسؤوليته وممكن ابنه التاني. وفهم كمان بفراسة الفلاح اللي عمرها ما بتخيب إن الشاب مش أصم، عينيه بتتابع الأصوات وملامح وشه بتتغير على حسب حدتها، بس الواضح إنه مش فاهم ولا حرف. الليل دخل والعباية الزرقاء الرطبة فرشت نفسها على السما. الشاب فضل قاعد مكانه بيبص على الأفق، حتى النجوم شكلها مختلف هنا. الغريب إنه ليلة امبارح كان عايش في عالم النفراي بيمارس تدريبات السريان فوق التلج، والنهارده ايه اللي فضل؟ هل كانت حياته كلها حلم؟ ولا هو بيحلم دلوقتي ومش هيعدي وقت طويل قبل ما الأخ ميانج يصحيه؟ حقيقة واحدة كان متأكد منها، إنه هيموت. لو فضل هنا فترة أطول هيدبل ويموت. أيوة، يموت زي البغبغان اللي بيحبسوه في قفص بعيد عن توأم روحه. خاف لما سمع صوت خطوات بتقرب منه. كان الغفير، كان شايل حاجة ملفوفة في رغيف عيش، أكيد حاجة بتتاكل. وبعدين قال له حاجة وشاور له على المخزن وقال له حاجة تانية، موضوع بسيط ما يحتملش غير تفسير واحد: كل عشاك ونام هنا وبكرة يوم جديد. كان الأخير كال كام لقمة وهو بيحاول يتجاهل نظرات الراجل الفضولية. الليل كان معاه تمارين النفراي في المكان اللي جه منه، بس هو ما بقاش حر عشان يعرف يمارس عاداته، والأدهى إنه ما بقاش يعرف ينام بالليل. إيقاعه الحيوي اختل، وساعات النهار بقت هي ساعات نومه، وده معناه إنه هيقضي ساعات تعيسة طويلة في ضلمة المخزن. والمخزن كان حر أكتر من طاقة تحمل المسكين اللي جاي من أرض التلج، وقلبه كان مليان بالهموم.
عشان كده لما أخيرا نام كان الملل والحزن هما اللي أفقدوه وعيه. وبكرة يوم جديد. زي النمر اللي بيحب ينام في الشمس، ما بيطلعش مخالبه إلا في وقت الخطر الحقيقي. زمان الولد كان ليه اسم، هن تشوكان، أبوه هو اللي اختاره. وبعدين بقى ليه اسم تاني، الزهرة الزرقاء، الكاهن الأكبر هو اللي اختاره. أما النهاردة بقى ليه اسم تالت ليه رنة غريبة، أبا هو اللي اختاره، الأخرس. ما كانش فاهم معنى الكلمة ولا يقدر أصلا ينطقها، بس كان عارف إن ليها علاقة بسكوته المقصود المستمر. الدنيا كانت ماشية والشاب كان ماشي معاها. الصبح كان بيساعد العمال يشيلوا الشكاير، وبالليل كان بيتكوم زي القط الغلبان في ركن من أركان المخزن الضلمة. على الأقل أهو بيحرس كتاب النفراي، ما كانش بياخد أجر وما كانش فارق معاه أصلا إنه ياخد. كل اللي كان يهمه كانوا ال3 طقات اللي كانوا عبارة عن عيش وجبنة وزبدة مع شوية خضار مطبوخ في المناسبات العشوائية. أما حتة اللحمة اللي كان أوقات بيلاقيها وسط الخضار فكان بيرميها للقطط. كان نفراي، والنفراي ما بياكلوش اللحوم ولا البيض، بس بيرحبوا بمنتجات الألبان. بالليل لما كان بيتأكد إن مفيش عينين شايفاه كان بيعمل تمرينات النفراي في المخزن، يحارب خصوم وهميين ويتفادى ضربات ملهاش وجود، حاجة قريبة من اللي لعيبة الكاراتيه بيسموه كاتا. أعقد تمرين قدر يخترعه كان إنه يمسك الفيران. أيوة، انتوا ما سمعتوش الكلمة غلط، الفيران سرعتها رهيبة وردود أفعالها خزعبلية، ولحسن حظه عددهم ما كانش قليل في المخزن. تخيل شكله وهو واقف متخشب كاتم نفسه وجسمه مشدود زي القوس، وبعدين فجأة من غير أي مقدمات ينط زي القط المجنون في ركن من الأركان، وقبل ما عينيك تلحق تلمح دراعه يكون مسك فار غلبان مرعوب من ديله ورفعه لفوق. الحيوان يحاول يفلت، يتني جسمه وهو بيحاول يعض الإيد الحديد اللي مش عارف مسكته إمتى ولا إزاي. ما تخافش، النفراي ما بيأذيش أي كائن حي. وبعدين يسيبه الفار يجري وهو مش مصدق نفسه من غير ما يبص وراه. إنسان أسرع من الفار؟ عشنا وشوفنا. الحقيقة إن التمرين اللي كان وليد البيئة الجديدة اللي اتنقل ليها جاب نتائج ما كانش يتوقعها. الولد كان بيتفوق على نفسه يوم ورا يوم، لدرجة إن الأخ ميانج نفسه كان هيتصدم لو شافه. الغفير ومراته كانوا بيتعاملوا معاه بشفقة متغلفة بقسوة الناس اللي الفقر معلمهمش الرقة، بس كان فاهم كويس إنهم بيدوله آخر حتة حنان عندهم، وده كان كفاية جدا بالنسبة له. ذكاؤه خلاه يفهم كتير من كلامهم وكان فعلا بيستجيب لهم. مع كده كان مخبي شوية فهم لنفسه كنوع من أنواع الحذر الغريزي. مثلا الغفير يقول له جيب شوال واربطه، فالولد يجيب الشوال ويتجاهل موضوع الربط، بيدعي الغباء أو الهبل، مع إنه فهم من زمان معنى حروف الراء والباء والطاء لما تتجمع في كلمة واحدة. وبكده اللي في الشوال يقع على الأرض، فالراجل يصرخ فيه وهو متنرفز: اربط يا أهبل، اربط، انت مش فاهم يعني ايه اربط؟ والشاب يكون فاهم كمان ان حرف الالف والب واللام والهاء مع بعض معناها ان الراجل بيتهمه بالغباء، وفهم كمان من غير اي مجهود ان اللغه دي ليها ميزه غريبه، وهي ان في حروف معينه بتدي نفس المعنى لما بتجتمع مع بعض. مثلا كلمه ابله وهبل وبلاه وبله وهبل كلها معناها واحد، وهو طبعا مش اهبل، بس الظروف اللي هو فيها خلته يرحب بالصفه دي. ده عن الغفير ومراته. اما ابنهم ابراهيم كان لسه صغير، بحكم سنه كان عاجز تماما انه يعامله برقه، وكان واخده مادة للتريقة مع أصحابه. شوية عيال كل واحد فيهم أرزل من التاني، ممكن يمد رجله عشان يكعبله وهو ماشي، أو يديله بالقفا، أو ممكن يخطف الطاقية من على راسه ويرميها بعيد. الكان كان بيكرهه بجنون وبيتمنى إنه يكسر دماغه، بس الحذر كان بيخليه يصبر عشان ما يتكشفش. ده حتى ما كانش يقدر يتفادى الضربات، سرعته في التفادي كانت هتصدم الولد وأصحابه اللي ما كانوش محتاجين أكتر من ضربتين منه عشان يتحولوا لمقعدين. كانوا مجرد دبان، وهو عمره ما قتل دبانة في حياته. بعد كده يجي دور سعدية الشابة الحنينة الرقيقة بجسمها الملفوف ونظرة عينيها الواسعة اللي بتنقط أنوثة. كانت معجبة بيه، فهم ده من غير غرور، بالعكس كان مستغرب عشان شكله ووضعه المهين كانوا أبعد ما يكون عن إنهم يشدوا انتباه الجنس الآخر. المصيبة الأكبر بقى إن هو كمان كان معجب بيها ومستعد يقع زي الدبانة في شبكة خيوط هواها لولا. ما تشوفهمش يا أناندا، ما تتكلمش معاهم، ولو واحدة منهم كلمتك يا أناندا ما تهتمش باللي بتقول. النفراي مش من حقه يخلف عشان ولاده ما يستولوش على إخلاصه وحكمته. انت فاهم معنى الكلام ده كويس؟ أيوة فاهم. والبنت هتبص له البصة اللي مخبيها وراها 1000 كلمة،
وهتجيب له كيزان الذرة المشوية ورا المخزن وهو قاعد يتأمل في الأفق. تقدم له كوز وتبدأ تلقط الحبوب من الكوز بتاعها وتحدفها بمهارة لبقها، وبعدين تسأله وهي متربعة على القش جنبه. يوه، ما بتاكلش ليه؟ بيفهم الكاف واللام ولهجة السؤال، مفيش داعي إنه يقاوم الذرة السخنة. يملى بقه بيها ويبتدي يمضخها بصمت، واللحظة بينسى يمسح إحساس المعاناة من على وشه. لحظات زي دي ما كانتش بتفوت على البنت، وقتها بغريزة الأنثى كانت بتحس إن الشاب ده مش معتوه، ده بيتظاهر بكده. بترغي وبعدين ترغي وبعدين ترغي تاني. وحتى في اليوم اللي دراعه اتجرح فيه وخدته للمبنى الغريب كانت بترغي، وكان في راجل لابس بالطو أبيض طهر له دراعه ولفهوله. أما هي قعدت تشاور على أوضة في الدور اللي فوق واتكلموا عن إبراهيم أخوها، حكاية طويلة ما فهمش مغزاها. واضح إن إبراهيم كان عيان وجابوه هنا في يوم من الأيام. كل ده ما كانش مهم، والأسوأ إنه كان ممل لدرجة ما تتوصفش. هل هتنتهي قصة أفضل كهنة النفراي بإنه يعيش ويموت على إنه عبيط القرية؟ في الليلة دي كان قاعد في المخزن بيتأمل لما سمع صوت الباب بيزيق. الدم اتجمد في عروقه. مين اللي جاي في ساعة زي دي؟ أكيد مش الغفير لأنه بطل دوريات الحراسة من وقت ما اطمن لوجود الشاب، وأكيد مش سعدية عشان هي مش من النوع ده، ولا إبراهيم لأنه عمره ما عملها. أمال يبقى مين؟ الباب اتفتح أكتر وسمع صوت همس، وبعدين شاف كذا راجل ملثم بيدخلوا من الباب وهم مش عارفين ياخدوا نفسهم من الانفعال. كان متوقع مصيبة أكبر من حرامية الغلة، وما كانش قدامه حاجة يعملها غير إنه يقعد في مكانه يراقب اللي بيحصل. لا الغلة بتاعته ولا هو سيد الموقف. أهم حاجة إن الحرامية ما يشوفوهوش، ومين عارف ممكن تجيله فرصة يطلب المساعدة من أهل القرية. كانوا شايلين فوانيس غريبة منورة من غير نار، كانوا بيوجهوها في كل مكان. فجأة النور ضرب في عينيه، عارف إنهم شافوه، وعارف كمان إنهم اترعبوا منه أكتر بكتير مما اترعب منهم. سمعهم بيهمسوا بصوت واطي، وبعدين شاف واحد منهم بيجري ناحيته بسرعة وهو ماسك نصل بيلمع في إيده. ولا كلمة. الكاف واللام والميم. أكيد بيأمروا إنه يسكت وإلا هيأذوه. وبعدين شاف واحد تاني بيحط إيده على دراع الأولاني وبيهديه. سيبه، ده بتاع ربنا. يبقى الراجل ده يعرف إنه عبيط، عشان كده قال الكلمة دي. عيننا الراجل الملثم اتحفرت للأبد في ذاكرة الكائن الأخير، وأكيد هيتعرف عليه في يوم من الأيام. الراجل العدواني الأولاني فضل باصص له بشك حتى لما الرجالة ابتدوا يشيلوا الشكاير عشان ينقلوها بره المخزن بسرعة وصمت. لغاية هنا الموقف كان بيبشر بالخير، لحد ما اتفاجئوا بسعدية داخلة عليهم. الهبلة زي ما هو واضح سمعت دوشة جاية من المخزن، فقامت لوحدها بمنتهى الغباء عشان تشوف فيه إيه. ممكن تكون توقعت إن الشاب هو اللي عمل الصوت، وقبل ما تلحق تفهم أي حاجة لقت نفسها وسط الحرامية، وفي ثواني لقت بقها متكمم ودراعها ملوي ورا ظهرها. حاولت تقاوم، عينيها لفت بسرعة في المكان عشان تشوف الأخرس قاعد زي شوال البطاطس، وقتها فهمت القصة. الرجالة اتناقشوا مع بعض بسرعة، الكائن فهم المعنى العام لكلامهم من غير مجهود. دلوقتي بقى في 2 شهود على جريمة السرقة بتاعتهم، ولو كان واحد منهم معتوه فالتانية بعقلها، ولسانها ما شاء الله ما بيقعدش ساكت دقيقة في بقها. والمصيبة الأكبر إن لسان واحد منهم وقع من على وشه والبنت اتعرفت عليه، وواضح إنها هتكون السبب في خراب بيته عند أول فرصة. الكائن ما كانش هيلومهم على قرارهم، لو كان مكانهم أكيد كان هيضطر يقتل البنت. أيوة، مفيش حل غير كده. ولو ما كانوش حرامية وقتالين قتلة كان زمانه اتمنى لهم التوفيق في قرارهم السليم ده، بس للأسف كان مضطر يتصدى لهم. لو حرامي هجم على بيتك التفادي مش هيمنعه انه يسرقك، مش هيمنعه انه يأذي والدتك العجوزة، ومش هيمنعه انه يقطع كتاب صلواتك. كانوا مشغولين بيتناقشوا في مصير البنت لما سمعوا، وبعدين شافوا أغرب حاجة ممكن يتصوروها. لما حركوا كشافاتهم ناحية الشاب اللعبل عشان يشوفوا اللي بيحصل، لقوه واقف مستعد مبعد بين رجليه ومثبت قدمه على الأرض، وبعدين خرج من بين شفايفه صوت بلغة ما فهموهاش. تشا سرايانا. وبعدين مد دراعاته المتخشبة على آخرهم. جوانك سرايانا. ورجع راسه لورا ونفش صدره. كيو سرايانا. بصوا لبعض بحيرة وهم بيسألوا نفسهم، هو ايه اللي جرى للهبل ده؟ وايه اللغة اللي بيتكلم بيها؟ هما مش أهل البلد بيقولوا عليه أخرس زي السمك؟ اللي قدروا يفهموه كان حاجة واحدة بس، إن الولد بيبص لهم بعدوانية، شكله بيتحداهم، وبالتالي تأديبه بقى حق عليهم. الحمير ما فهموش إن الشاب عمل واجبه كامل معاهم، حذرهم التحذير اللي ما يخللهمش أي عذر. هبدأ السريانة، اوعى السريانة، وبعدين خدوا السريانة. محدش خد باله من اللي حصل بالظبط قبل ما الضلمة تسيطر على المكان. لما الكشافات وقعت من الإيدين اللي كانت شايلاها،
بس الشيطان ده كان بيشوف في الضلمة كويس زي الخفافيش. في لحظة كأن عشرات الرجلين طارت وانفجرت في وشوش الحرامية. مئات من نقط الكرفة الزرقاء اللي بتسبب فقدان الوعي لمعت في الضلمة. كان عليه إنه يسيبها كلها عشان الأخ ميانج ما ياخدش على خاطره منه. نصل السكينة لمعه وهو بيتحرك ناحيته في الضلمة. مشت رجله طار بسرعة الضوء عشان يضرب اللي شايلها أسفل بطنه ويسمعه بيئن زي الكلب الجريح. في نفس اللحظة اتهيأله إن سمع صوت الأخ ميانج بيلومه. نشنت يا فالح، مش الشورى يا زهرة يا زرقاء، مش الشورى، انت كده تسببت في شلله. أني آسف يا أخ ميانج. كان في واحد بيحاول يهرب. الكائن الأخير نط ولف في الهواء عشان ينزل قدام الراجل اللي قال حاجة قبل ملاك ما تنزل على رقبته بسرعة البرق تخليه يقع يتكوم على الأرض. واحد تاني اندفع ناحيته بفاس. الكائن الأخير اتحرك للجنب وساب الراجل يكمل طريقه بعد ما حط رجله قدامه. الراجل وهو بيقع كشف عن فقراته العصعصية المليانة بنقط الكرفة. سيف يد واحد عليها خليه يغرق في نوم لذيذ. كده تكون المعركة انتهت. الموضوع ما خدش أكتر من 3 دقايق بس ساب وراه فوضى ما تتوصفش، وجثث 10 حرامية لسه ما استوعبوش إن اللي حصل فيهم حقيقي. سعدية كانت لسه واقفة مكانها بعد ما اللي كان مكتفها سابها عشان يشارك في المجزرة وياخد نصيبه. من أول المعركة الأخيرة ما اتحركتش. الذهول كان مسيطر عليها وهي مش عارفة تاخد نفسها. أما الشاب فوقف متخشي بيبص على ضحاياه كام ثانية وبعدين استرخى شوية وصرخ بصوت عالي: سوان هاتشا سرايانا. مش قلتلكوا إني هستخدم السريانة؟ ودي الجملة اللي تقاليد النفراي بتحتم عليه يقولها بعد ما القتال ينتهي. بهدوء مشي ناحية البنت المتخشبة وطبطب على كتفها برقة، والأول مرة حاول يتكلم عربي بفصاحة يتحسد عليها. هما وحش، أنا أضرب وحش. رغم إنها ما كانتش قمة البلاغة إلا إن الجملة كانت واضحة ومفهومة. ضربهم عشان هم أشرار. أما عن جملته التانية بقى فكانت أوضح من الأولانية: أنتي امشي. البنت ما ردتش عليه. رفعت عينيها لوشه وشفايفها ارتعشت وهي بتسأله: انت مين؟ لما الشمس تغرب ودمعي يلطخ طوب السما الأزرق فجر النفراي بيبدأ. البنت ما استنتش عشان تفهم أكتر. طلعت تجري على بيتها. أهلها كانوا غرقانين في النوم وعشرات الأسئلة بتدور في دماغها. في نفس الوقت الأخرس كان واقف لوحده في المخزن بيبص على نتيجة اللي عمله من غير أي فخر. الأجسام المتكسرة المرمية على الأرض وبيسمع صوت الأنين. كان عارف إن الحرامية هيلملموا جراحهم ويمشوا وهيسكتوا. مفيش واحد فيهم هيجرؤ يقول كلمة عن اللي حصل. حتى التعيس اللي اتشل هيقول إنه اتصاب وهو شغال في الغيط ومش هيزود كلمة. مفيش أي مشاكل هتيجي من ناحيتهم. المشكلة الحقيقية هي البنت الرغاية اللي مش هتسكت دقيقة واحدة بعد اللي شافته. هتحكي اللي حصل لأبوها وأمها وصحباتها وجيرانها. هتحكي للبقر والمعيز والسواقي والشجر. وقتها هيشرح اللي حصل إزاي. مفيش شك إنه كان مضطر، بس اللي حصل قضى على مستقبله في القرية دي. دلوقتي لازم يسيبها ويدور على قرية تانية ويخترع قصة جديدة. خرج بخطوات تقيلة من المخزن ورفع راسه للسماء وابتدى يبص على النجوم. كانت مختلفة وسامجة ولمعانها أقل من لمعان النجوم في وطنه. همس وهو بيحاول يحبس دموعه. نفراي أنا محتاج لكم. في الليلة دي سعدية ما نامتش. قضت ليلتها بص على السقف المدعم بجذوع خشب وهي بتسترجع المشهد الدرامي اللي شافته من شوية. مشهد قضاء الشاب الرفيع الهزيل على 10 حرامية. ما كانش لسه مصدقة. تفكيرها اللي نموه وقف من وقت ما سقطت في الإعدادية ما لقاش غير تفسير واحد جاهز بيفسر اللي شافته: إن الولد ده بسم الله الرحمن الرحيم. أيوه، مفيش تفسير تاني يفسر الطريقة اللي لقوه بيها في المخزن فجأة، وإنه قضى على الحرامية بطريقة قتال عمرها ما شافت زيها قبل كده. وعينيه الضيقة الغريبة. معروف إن الجن في قصص الفلاحين عينيهم بتبقى مشقوقة بالطول، بس إيه اللي يمنع إن يكون في جن عينيه مشقوقة بالعرض؟ ناهيك عن اللغة العفاريت اللي اتكلم بيها قبل ما يضرب الرجالة. طبعا دلوقتي أي إعجاب كانت حاسة بيه تجاهه اتبخر وحل مكانه الخوف. الشيء ده نايم على بعد أمتار قليلة من أسرتها. تعمل إيه؟ مش هتقدر تقول لأهلها عشان بكل بساطة ممكن ما يصدقوهاش. وحتى لو صدقوا إزاي تضمن إن الجني ده مش هيعمل فيهم زي ما عمل في الحرامية؟ ورغم الأفكار والهواجس الكتير اللي دارت في دماغها طول الليل إلا إنها مع أول خيط من خيوط الفجر كانت خلاص قررت هتعمل إيه. صحيح، وسط الأحداث دي نسيت أقول لكم على اسم القرية اللي الكاهن الأخير وصل لها. من بين كل القرى في العالم حظه وداه على كفر بدر. ده طبعا لو كنتوا لسه فاكرين الاسم. طيب اسم الولد إبراهيم السقا مش بيفكركم بحاجة؟ أيوة، ده المراهق اللي أنقذته من مخالب النداهة وتجارب دكتور عاصم المجنونة. وطبعا إبراهيم ده يبقى أخو سعدية. سامع كام واحد منكم بيقول إن الموضوع واسع شوية؟
وللناس دي بقول مش عادل انكم تصدقوا لما احكي لكم عن صراعي مع العساس او وحش لوخ نس، وترفضوا تصدقوا كلامي لما اقول لكم ان الصدفه خلت الكاهن الاخير يظهر في قريتي. البنت كانت لسه فاكره الدور اللي لعبته في انقاذ اخوها من النداهه، وسمعت كمان عن هوايتي السخيفه في جمع الاشباح، ومن هنا قررت في دماغها ان دكتور رفعت إسماعيل بيفهم في الحاجات دي. وكانت شافتني امبارح وانا ماشي مع طلعت جوز اختي لما كنا راجعين من صلاه العشاء. وعشان كده لما كنت نايمه العصر والدتي الله يرحمها دخلت عليا عشان تقول لي ان سعديه بنت ابو ابراهيم عاوزاني. طبعا في الاول اتصدمت من الجرأه والوقاحه، مفيش ست في الدنيا قالت لي انها عاوزاني قبل كده، مع اني مش وحش على الاطلاق. وبعدين رجعت لعقلي وفهمت انها عايزه دكتور رفعت اسماعيل، مش عاوزه رفعت، وغالبا هتاخد رايي في اخوها ابراهيم اللي مش بياكل كويس او عنده امساك. نزلت بخطوات تقيله عشان اشوفها عايزه ايه، ودماغي لسه مشوشه من النوم. قعدنا على المصطبه اللي في مدخل البيت. كانت متوتره وجسمها كله بيترعش، واضح جدا ان كان في حاجه مخوفاها. الحجني يا دكتور رفعت. اتفضلي انا سامعك. بأنفاس مقطوعه ابتدت تحكي لي القصه من وقت ما لقيت الشاب الغريب في المخزن لحد ما كسر عظم ال10 حراميه. القصه كانت غريبه. اللي اعرفه عن سعديه انها عاقله مش من النوع الهستيري، بالعكس طريقه القتال اللي بتوصفها مش مألوفه، فكرتني بالرياضات العسكريه اليابانيه. في الوقت ده ما كانش في حد في مصر سمع عن الكاراتيه والكونغ فو. والحل يا سعديه، ايه المطلوب مني؟ إنك تعرف حكاية العفريت دي. هو انت فاكراني خبير عفاريت ولا ايه؟ أيوه، الناس في البلد بيقولوا كده وأكتر، ومش أنت اللي كشفت النداهة وأنقذت أخويا؟ ايوه، بس دي كانت نداهة مزيفة، يعني عينيها وسعت واتجمدت فيها دمعتين. طيب اقدر اشوفه ازاي؟ بالليل جابتهولي. كنت قاعد عند مدخل البيت بشرب كوباية شاي لما شفت خيال البنت وخيال تاني ماشي جنبها باستسلام. شكله كان مبهدل وهدومه مقطعة. من أول نظرة عرفت إنه مش أهبل، ومن تاني نظرة عرفت إنه مش مصاب بالعته المنغولي زي ما البنت فهمتني. مفيش أي علامات من أي نوع، زي اللسان المدلدل أو الجمجمة الهرمية أو رقبة أبو الهول، لآخر الحاجات اللي أساتذتنا ريهم نشفوا وما بيعلموها لنا. اللي كنت شايفه قدامي كان راجل آسيوي بكل بساطة. النظرة التالتة خلتني استنتج إنه قوي زي النمر، على الرغم إنه رفيع جدا، إلا إن عضلاته كانت كاملة لدرجة إنك تقدر تعد أليافها واحدة واحدة. النظرة الرابعة قالت لي إنه حزين زي الغروب، زي الخريف. أما النظرة الخامسة أكدت لي إنه مخبي سر رهيب بين ضلوعه. والنظرة السادسة عرفتني إني زودت توتره أكتر بالاختبار البصري اللي بعمله له. عشان كده ابتسمت وشاورت له عشان يدخل البيت. شاي من فضلك يا حاجة. طلبت الطلب ده من والدتي وأنا باخد الشاب وبطلع بيه السلالم التراب عشان أوصل أوضتي. قعدت على الكنبة وقعدت جنبه وأنا بحاول أخبي عصبيتي وأبان لطيف. هزيت راسي للبنت بحركة معناها إنها ممكن تمشي. الشاب كان متوتر جدا. من الرعشة اللي في فكه استنتجت إنه ممكن ينط في أي لحظة، يا إما عشان يهرب أو عشان يديني علقة سخنة. سيجارة؟ طبعا ما خدش السيجارة ولا رد عليا. والدتي دخلت بالشاي وهي بتبص لنا بحيرة. شكرتها وقدمت الكوباية للولد اللي مسكها في كفه من غير ما يشرب. كوباية الشاي بتبقى مولعة نار لدرجة إنك ما تقدرش تمسكها من حرفها كام ثانية، أما هو فمسكها وهو مرتاح. ودي موهبة ما بتبقاش موجودة غير عند نوعين من البشر، مرضى الأعصاب الطرفية أو اللي عندهم قدرة فائقة على التحمل. فضلنا قاعدين ساكتين شوية قبل ما أقرر أبدأ. بدأت أسأله عن نفسه، ما بينش أي اهتمام. اللي فهمته إن استقباله لأسئلتي كان شبه استقبال حرامي لأسئلة محقق عاوز يعرف باقي أفراد العصابة. أنا متأكد إنه فاهم كلامي بس مش عاوز يجاوب. سألته بالإنجليزي وبالفرنساوي، ما اداش أي رد فعل. لحظتها عرفت إن لو ما لقيتش فكرة أحسن هنفضل زي ما إحنا لحد ما القيامة تقوم. في اللحظة دي افتكرت إن عندي إعداد من مجلة لايف كنت جايبها معايا من المدينة. مجلة منهم كان فيها مقال سخيف عن زيارة فريق البيتلز للتبت وانبهارهم بالفلسفة البوذية. المهم إن المقال ده كان مليان صور للأديرة وتماثيل بوذا والرهبان الصلع وهم لابسين زيهم الأصفر. ظني ما خيبش. الصورة شدت انتباه الشاب اللي انبهرت رسم على ملامحه رغم إنه حاول يخبيه. بعصبية حط كوباية الشاي على الأرض وعينيه بتوسع بشوق ولهفة، وبعدين فضل ينقل نظره ما بيني وما بين المجلة. ممكن تاخدها لو عاوزها. اديتها له قلبي بيبكي بحسرة على تمنها. قعد يقلب في الصور بذهول وإيديه بتترعش. أوقات كان بيفلت من بين شفايفه كلام بلغة معرفهاش، وبعدين شاور لي وشاور للمجلة وهو بيهمس كذا مرة. أنت معايا؟ ولعت سجارة واتنهدت بصبر. لحظة يا ابني، لو قصدك تسألني إذا كنت رحت هناك فأنا آسف إني خايب ظنك. معايا؟ أنا مش فاهم معنى الكلمة دي، بس خليني أقول إني بقيت متأكد إنك بوذي. كان باين عليه إنه مش فاهم. عينيه الزايغة بتبصلي بهبل.
شاورت بصباعي على صورة بوذا وهو متربع بقعدته المشهورة على عرش اللوتس. انت بوذا يا واد يا حمار انت؟ زي ده بوذا. اترسم على وشه القرف لما فهم وشاور على صدره بعصبية. أنا نفراي. نفراي؟ هي دي ديانة جديدة ولا ايه؟ يا ابني دياناتكم الآسيوية محتاجة عقل أصغر من عقلي ب20 سنة عشان يفتكر أساميها كلها. باين إن لسان الولد اتفك، والغريب إن الصور اللي شافها سيحت التلج اللي ما بيننا. كل ده بيأكد إنه آسيوي، بس إزاي؟ وليه القرية دي بالذات؟ الوقت جه عشان أفهم. لما سألته بحزم شفته بيقوم بسرعة، زي ما يكون حس إنه اداني معلومات أكتر من اللازم. أمشي أنا. تمشي تروح فين؟ أنا لسه ما فهمتش. ما ادانيش فرصة أكتر، طول مجلة في قبضته واتجه للباب. حاولت أمسك كتفه، فلت مني زي الحنكليس اللي معرفش هو إيه بالظبط، وخرج وسابني واقف لوحدي زي اللعبة في نص الأوضة. التفاهم مع الولد ده هيكون أصعب مما تخيلت. وقتها ما كنتش أعرف اللي هيحصل. بعد كده عرفت إن الأخرس رجع بيت السقة في ضلمة الليل. كان تايه في أفكاره، الصور اللي وريتها له غيرت خططه. دلوقتي بقى واثق إن العالم بتاعه موجود وما اتغيرش كتير، نفس التلج ونفس الرهبان ونفس الأديرة. بس إزاي يوصل هناك؟ إيه العلاقة الجغرافية ما بين المكان اللي هو فيه دلوقتي والعالم القديم بتاعه؟ ومين الراجل الأصلع الرفيع اللي وراه الصور؟ وليه البنت ودته عنده؟ طريقة تعاملها معاه بتقول إنه بيفهم في الحاجات دي. معلش، هل بيفهم في النفراي مثلا؟ أكيد ما سمعش عنهم، بس واضح جدا إنه يعرف شوية عن البوذيين. والأهم والأغرب الطريقة العجيبة في حبس الحياة على الورق. الولد ما كانش شاف صور فوتوغرافية قبل كده في حياته. الساعة كانت حوالي 10 بالليل لما دخل المخزن. صحابه الفيران كانوا بيتنططوا في كل مكان لما قلع جلابيته واستعد عشان يبتدي تمريناته. حس بحاجة مش عادية، كان في حاجة غلط في المكان. وطى على الأرض يفحصها وهو متوتر، كان بيدور على أي حاجة تأكد إحساسه الغامض. بصباعين مسك الشيء اللي تسبب في توتره، الشيء اللي متوقعش إنه يشوفه أبدا، الشيء اللي معناه إن قدره مستخبي في مكان قريب مستنيه. الشيء ده كان حلق صغير مرمي وسط حبات الذرة، ما كانش الحلق بتاعه. مع كده كان عارف الحلق ده كويس وعارف صاحبه. الشيء الأسوأ بقى كان خصلة شعر أسود ناعم مرمية بإهمال على بعد أمتار قليلة. طبعا مفيش داعي نسأل عن معنى الموضوع ده، بالنسبة له هو دفن حاجته مكانها زي ما هو، مفيش حد لمسه ولا حتى الفيران نبشته. الحاجات دي تخص شخص بعينه، شخص قطع الأزمنة والمسافات عشان يجي يدور عليه، واحد قدر يعرف إنه هنا وعرف إزاي يستخبى زيه. والشخص ده وصل من ساعات لما كان قاعد مع الأصلع أبو نضارة جينغ تشا. مفيش أي شك الكاهن الأخير نسي الورقة اللي بتتكلم عن طريقة شانكن عشان خلعها من كتاب الشكارة لما كان بيحاول يهرب. جينغ تشا واللي معاه لقوها وفهموا إن دي الطريقة اللي هرب بيها، وفهموا إن كتاب الشكارة الغالي معاه. سهل جدا إننا نتخيل اللي حصل. قعدوا شهور يدرسوا الشانكن لحد ما جينغ تشا واحتمال كبير ناس تانية معاه وصلوا لطريقة السفر في الزمن. والشيء المؤسف إن الطريقة المنيلة دي شكلها ما بتوديش غير لزمان ومكان واحد. طبعا بيتمنوا إنهم يلاقوا طريقة يرجعوا بيها بعد ما يخلصوا عليه. لأول مرة اتحرك جواه شعور جديد ما جربوش قبل كده، الخوف. جينغ تشا مش خصم سهل، بيعرف كل أسرار النفراي تقريبا، ده غير إنه أستاذ في فن التفادي وعنده خبرة مش قليلة في القتال الإيجابي، السريانة. والأسوأ إنه اتربى مع الكاهن الأخير وفاهم كويس هو بيفكر وبيتصرف إزاي. هم عارفين كويس إنه مش سهل إنهم ياخدوا حاجة من الكاهن الأخير، مش هيستحمل يشوف عواد بامبو مدببة تحت ضوافر سعدية أو تعبان بيلف حوالين رقبة والدها. المهينة عندهم أساليب تعذيب عبقرية اتعلموها من الصينيين. وقتها مش هيبقى فيه مفر من الكلام، وبعد ما ياخدوا منه الكتاب مين عارف إيه اللي ممكن يحصل. المصيبة الحقيقية إن جينغ تشا جهز نفسه عشان يختفي وسط أهالي القرية زي ما هن تشو كان عمل. عشان كده لازم يمشي ويسيب القرية بسرعة، أو على الأقل يعرف مكان الشيطان ده. بس إزاي؟ سهل جدا إنك تدور على شخص جديد في القرية، شخص بيتظاهر إنه أخرس وملامحه آسيوية. شيء سهل جدا لو كنت بتتكلم عربي. قول لي بالله عليك إزاي تسأل واحدة هبلة زي سعدية عن شخص بالصفات دي وإنت بتستخدم لغة الإشارة؟ الموضوع مستحيل أو قريب جدا من المستحيل. وهنا ابتدى هن تشوكان يفكر في شخص المتواضع. في حاجة في اللعبة بنضارة ده بتوحي بالثقة، عينيه فيها صدق مع شوية ذكاء. وبعدين هو يعرف التبت ويعرف رهبان المهيانة، ويمكن كمان يعرف أكتر. ليه ما تصرحوش؟ ليه ما تطلبش مساعدته؟ عشان كده الصبح بدري والدتي قالت لي إن المعتوه اللي زارني ليلة امبارح رجع تاني وعاوز يقابلني. هي سعدية معاه؟ لا يا ابني، باين على اللهبل ده إنه وجع في حبك. معرفش ليه كل الهبل اللي في العالم بيحبوني يا أمي.
ابتسمت وهي بتخرج من الأوضة. بعد ثواني لمحت وش الولد وهو بيعدي من الباب بخطوات مترددة. قعد على الكنبة الخشب زي ما طلبت منه، وابتدى يلعب بطرف القماش اللي مغطيها وهو بيدور على طريقة يبتدي بيها اللي ناوي يقوله. عدت دقيقتين وبعدين جينغ تشا. مين؟ جينغ تشا هنا. اتنحنحت وولعت سجارة ومشيت في الأوضة رايح جاي وأنا بتكلم بصوت واطي كأني بكلم نفسي. اسمعني كويس يا ابني، ممكن شكلي يوحيلك إني إنسان حكيم، ويمكن نضارة التخينة توحيلك بعلم أو ذكاء مش عندي. وبعدين صرخت بغل وأنا بشاور ناحيته بطرف السيجارة. لو افتكرت إن علمي ممكن يوصل لدرجة إني أفهم اللي بتقوله وأفهم إذا كان جينغ تشا ده اسم أو فعل، فأنت غلطان. ما اتحركش ولا عضلة في وشه اتهزت. بصيت عقب السيجارة بجشع واتكلمت بعد ما هديت نوعا ما. أنا بكره اللي بيتكلموا معايا وهم فاكرين إني عارف كل حاجة في الدنيا. أرجوك اتكلم بتفاصيل أكتر، والأفضل إنك تحكي لي القصة من أولها. لحس شفايفه بطرف لسانه وابتدى يتكلم، وكانت دي بداية دوري أنا. الكلام ما بيننا خد طول اليوم، وكان أعجب حوار ممكن يدور بين اتنين. لك أن تتخيل الخليط العجيب من العربي المكسر ولغة الإشارة اللي ساعات بتوصل للتنطيط في الأوضة ورسم الرسومات التوضيحية على بلوك نوت قديم. مثلا ما كانش قادر يشرح لي معنى كلمة نمر، فكان بيكشر عن أنيابه ويزقر، فكنت أرسم له كروكي الأسد وأسأله زي ده، فيهز راسه بمعنى لأ، فرسم له كلب وتمساح ونمر لحد ما أفهم هو يقصد إيه في الآخر. أنا كمان اتعلمت شوية مفردات من لغته، بس ده ما كانش يمنع إن كان فيه شوية كلمات صعبة. مثلا كلمة الكاهن الأكبر، لا هو قدر يعبر عنها ولا أنا قدرت أفهمها، لحد ما مد إيده لصدر جلابيته وطلع المجلة إياها وفتحها على صورة واحد من رهبان التبت، وفتح دراعاته عشان يوحيلي بمعنى كبير. وبكده فهمت إنه يقصد الراهب أو الكاهن الأكبر. ومن لحظتها حفظت كلمة ساكا سورانا عشان ما نرجعش لنفس المشكلة تاني. ولما اتكلم عن نفسه باعتباره ناجا سورانا، فهمت إن سورانا معناها راهب أو كاهن، أما ساكا معناها أكبر. طيب يفضل ناجا، يعني إيه ناجا؟ فهمت المعنى لما شاور على صدره وهو بيأكد أنا بعد لا. يعني أنت الأخير؟ نعم أنا أخير. يبقى ناجا معناها الأخير، والولد ده هو آخر سورانا موجود على وجه الأرض، يعني هو الكاهن الأخير. وبكده جدار عدم الفهم ابتدى ينهار. حسيت باللذة والنشوة وأنا بسمع قصص العالم البكري ده، العالم اللي عمري ما تخيلت إنه موجود. طويت الزمن والمسافات لمكان بارد بتغطيه الثلوج وبيرتفع فيه الرهبان فوق الأرض. الولد ده ما بيكدبش، الصدق بيشع من عينيه وصوته وحركات إيديه. مع كده أنا مش مصدق ولا حرف من كلامه. معادلة صعبة، حلها الوحيد إن الولد يكون مجنون، يعني بيخرف بس مؤمن تماما باللي بيقوله. بس إحساسي وخبرتي الطبية بيقولوا لي إن الولد عاقل. يبقى مش فاضل غير احتمال واحد، إنه بيقول الصدق، وده معناه إن النفراي حقيقة مفيش مفر منها. هن تشوكان أو الأخرس أو الزهرة الزرقاء أو الكاهن الأخير حكالي كل حاجة عن عقيدتهم زي ما حكالي كل اللي انت عرفته قبل كده. هحاول ألخص اللي قاله بطريقتي، مفيش داعي أغرقك في تفاصيل الحوار الغريبة اللي دار ما بيننا. قال لي إن النفراي زيها زي البوذية، مش ديانة، هي فلسفة للتأقلم مع الحياة. وقال لي إنها انفصلت عن البوذية لما مؤسسها شيانقه زهق من السلبية اللي البوذية بتتعامل بيها مع العالم، إلا إن فضل جواها كتير من فلسفات بوذا. بوذا كان النبيل سيدارثا جوتاما من نيبال، دربوا نساك البرهمان على التقشف، إلا إن الولد فضل عطشان لحاجة مش عارفها، للحكمة وفهم الكون. في بودجايا شمال الهند رجليه ساقته لشجرة قعد في ظلها يتأمل. بيتقال إنه فهم كل حاجة في قعدته دي. بعد أيام خرج للناس عشان يقول لهم إنه وصل للحقيقة. يا ترى إيه الحقيقة اللي وصل لها؟ قال إن في 4 حقائق بتحكم البشر، وال4 حقائق دول أصلهم المعاناة، والرغبة في شيء هي اللي بتولد المعاناة دي. عشان كده لازم نتعلم نطفي الرغبة، وعشان تطفي الرغبة في كل شيء جوتاما حط مبادئه المتمثلة في العجلة الثمانية اللي بيقدسها البوذيين، واللي ممكن نلخصها في 3 نقط. النقطة الأولى سيلة، السلوك الأخلاقي، لا تقتل، لا تسرق، لا تكذب، إلى آخره. النقطة الثانية سامادهي، لازم تتعلم التأمل والتركيز. النقطة الثالثة براجنا، يعني الحكمة، لازم الواحد يفهم إن كل شيء مجرد وهم أو حلم. فهم الفلسفة دي صعب جدا وتطبيقها مستحيل. مع كده البوذية انتشرت في آسيا لحد كبير وطلع منها فرعين أساسيين. الفرع الأولاني الهينايانا، ومنتشرة في سيلان وبورما وسيام ولاوس وكمبوديا، ورهبانها بيلبسوا الزي الأصفر وبيحلقوا راسهم. الفرع الثاني المهايانا، ودي اتكلمنا عنها قبل كده. البوذيين شايفين إن العمل أو الفعل أو بين قوسين الكارما
أوقات بتأدي لنتائج ضارة. عشان كده بيحاولوا يوصلوا لحالة الانطفاء الدائم اللي بتلغي نتائج الكارما الضارة. الموضوع ده بيتم عن طريق التأمل المستمر. بيسموا حالة الانطفاء الدائم دي بالنيرفانا، وهي اللحظة اللي بتنتهي فيها علاقة الواحد بكل اللي حواليه وبيستغنى عن الحياة المادية. والنفرية جت عشان تلغي معظم المعتقدات دي. زي ما قلنا قبل كده، فلسفة النفرية بتعتمد على تفادي الأذى والتسامح لأبعد درجة، لكن لو الأذى زاد عن حده الرد بيبقى مدمر لدرجة إنه بيدمر الخطر تماما. النفرية بيلبسوا زي أزرق، وبيعملوا شعرهم ضفيرة ورا ظهرهم، وبيعلقوا حلق في ودنهم، وبيشربوا منتجات الألبان على عكس البوذيين. سيطرة الروح على الجسد هي جوهر فلسفة النفراي، وهم طبعا مؤمنين إن البوذيين نصابين، في الوقت اللي البوذيين مؤمنين إن النفراي حرامية، وبيأكدوا إن كتاب الشكارة مسروق منهم لأنهم هم الأصل في اختراع كل الهري أو الكلام الفاضي ده. في الآخر مفيش حد يعرف إن النفراي موجودين غير عدد قليل جدا من أهل التبت، ناس متحفظين أسرارهم ما بتطلعش للعالم الخارجي أبدا. ومن هنا برجوكم إنكم تخلوا الكلام ده سر ما بيننا. عرفت حكاية جينج تشار اللي وصل قريتنا جديد، وعرفت السبب اللي خلى هن تشوكان يحكي لي القصة دي كلها، إن أساعده عشان يلاقيه، عشان بعرف أتكلم عربي، وعشان أنا ابن القرية وعارف إيه اللي المفروض أعمله بالظبط عشان ألاقي نفراي ضايع. فهمت من غير مجهود إن هن تشوكان خايف من جينج تشار كأنه الموت، وفهمت كمان إن في كارثة جديدة ظهرت في أفق حياتي. سألته وأنا مش متوقع إنه يجاوب على سؤالي: وخبيت الكتاب فين؟ فعلا ما جاوبش. هو بيثق فيا بس مش للدرجة دي. بعد ما الولد سابني ورجع شغله، ودعت والدتي وركبت عربيتي واتجهت للمركز. لون الغروب كان ابتدى يلون القرية لما قابلت المأمور اللي بتربطني بيه علاقة قوية من بعد حادثة النداهة إياها. أول ما شافني وشه احمر واللعاب طار من بقه وهو بيصرخ زي المجنون. أخيرا افتكرت صاحبك يا راجل يا عجوز. فضلت واقف مفزوع مستني عاصفة المرح والترحيب بتاعته تخلص، وأنا بسأل نفسي هو الراجل ده بيصرخ ليه. أول ما هدي قعد وهو بينهج وطلب لي شاي، وبعدين سألني عن الريحة الطيبة اللي رمتني عليه. رديته وأنا بعزم عليه بسجارة، بدور لأسباب يطول شرحها عن غريب ممكن يكون ظاهر في القرية امبارح. هرش راسه وهو محتار. طلب غريب بس سهل جدا إن نتحقق منه. هبعت الغفرة في جولة سريعة. بس ليه؟ لا، الشرح هيطول زي ما قلت لك، وما تنساش إن ليا عندك خدمة. لما رجعت بيتي كنت اتأكدت إن مفيش غريب زار القرية امبارح، أو بمعنى أدق محدش شافه، وده معناه إن هن تشوكان بيخرف أو كداب، أو إن جينج تشا عرف يستخبى كويس. الفكرة إن حتى عمال الترحيل معروفين كويس عند مقاولين الأنفار، مستحيل إن واحد يندس ما بينهم. السؤال دلوقتي، هل جينج تشا بيدور على الكاهن الأخير ولا عارف مكانه مستني؟ لو الكلام الفاضي ده طلع مظبوط يبقى هن تشوكان في ورطة حقيقية. بس أنا مالي بخناقة كهنة نفرية على كتاب عمره 10 قرون. أنا فعلا إنسان غريب قوي. إلا إن الليلة دي كانت أسود ليالي حياتي. طول الوقت شريط الحوار بيدور في دماغي، بسمع أصوات وأشوف وشوش، وجوايا إحساس بيكبر إني لازم أحشر نفسي في القصة دي. ولما أخيرا سمعت صوت الديك كنت خلاص قررت هعمل إيه. لما قعدت عشان آكل الفطار الشهي اللي والدتي حضرتهولي، اتفاجئت بالولد جاي يزورني تاني. نظرة والدتي ليه كان بتعبر عن الكلام اللي بتفكر فيه. هو المعتوه دي مش هيسيبنا في حالنا بقى؟ زقيت طبق البيض المقلي ناحيته. يلا يا هن تشوكان، بسم الله، مد ايدك. ما اداش اي رد فعل. كان واضح انه قضى ليله اسود من قرن الخروب، واعصابه كانت منهاره تماما، والارهاق باين على تجاعيد وشه اللي اتضاعفت في ظرف كام ساعه. جينغ تشا، انا ما لقيتهوش. هو هنا. بلعت لقمه كبيره ولحست شفايفي اللي كانت متغطيه بصفار البيض قبل ما ارد عليه. عارف، بس هما لسه ما لقوهوش. خطر، شخص خطر. خلصت اكلي وبعدين ابتديت اعرض عليه الفكره اللي خطرت على بالي بعد الليله الفظيعه اللي قضيتها. ليه ما يهربش؟ القاهره كبيره يقدر يدوب فيها، استحاله ان حد يعرف يلاقيه. ليه ما ينزلش القاهره؟ وليه ما يقعدش معايا في شقتي لحد ما ربنا يقضي امرا كان مفعولا؟ وليه ما يحاولش يرجع التبت؟ انا ما اعرفش اذا كان في سفاره للتبت في مصر ولا لا، وما اعرفش ازاي اقدر استخرج له تاشيره عشان يروح هناك، بس على الاقل اقدر اشحنه النيبال او الهند او الصين، لمكان يكون على مسافه فركه كعب من وطنه. فوق كده هو مش هيكلفني حاجه، خصوصا انه ما بياكلش لحوم، ده غير انه هيسليني في وحدتي وهيطرد الاشباح من اوضه نومي، وممكن لو حظي حلو اقدر اقنعه ينظف البيت ويطبخ مقابل اقامته. الموضوع خد وقت طويل عشان اقنعه، كان مشتت ومش عارف ياخد قرار، بس في النهايه وافق. رحت للسقا وقلت له على اللي نويته.
طبعا قلت له إن حالة الولد الطبية تهمني وإن هعرضها على زمايلي في كلية الطب، وفهمت سعدية إن الولد مش شيطان، فهمتها إنه مصاب بمرض نادر بيخليه يتصرف بطريقة غريبة. ده كان في نفس الوقت اللي الولد اتسحب فيه وراح المخزن، حفر الأرض وطلع الكتاب وردم الحفرة تاني، وجه عشان يودع الأسرة اللي استضافته طول الفترة اللي فاتت. الوداع ما كانش مؤثر، سعدية ما بقتش بتمله، بالعكس بقت بتخاف منه جدا. وعشان كده لما الولد ركب العربية جنبي استنتجت إن صفحة القرية اتقفلت نهائيا من حياته. كان متوتر جدا وعاوز يهرب بأي شكل، والتوتر نسى إنه يندهش. دي كانت أول مرة يركب عربية في حياته. طول الطريق المتعب الطويل للقاهرة ما نطقش بنص كلمة، لدرجة إني ابتديت أقتنع إني عملت غلطة كبيرة لما خدت الصنم ده معايا البيت. لو كنت أذكى شوية كنت جبت قطة أو كلب، بس للأسف إحنا ما عندناش القدرة إننا نختار أخطائنا. على أي حال حياتي ما كانتش مملة للدرجة دي مع هند شوكان. الساعة كانت 1 الفجر لما صحيت على صوت دوشة جاية من أوضة المكتب. كنت عارف إن الولد نايم هناك على مرتبة فرشتها له على الأرض، ما كانش متعود ينام على سراير، ودي كانت أول ليلة يقضيها في بيتي. عشان كده ولعت النور وطلعت جري عليه. لقيته واقف على الكنبة واخد وضع الاستعداد للقتال وعمال يحرك دراعاته بحركات عصبية سريعة ملهاش أي لازمة. عيل معتوه. صرخت فيه بعصبية والنوم لسه ما فرقش جفوني. انت اتجننت ولا ايه؟ أنا تدريب قتال. ها هو التدريب ده مش بيحلالك الا الفجر؟ حرك دراعه وهو بيشاور على الهوا. ما فراي ليه؟ ابتديت افهم الناس دي مصرة انها تخالف الطبيعة البشرية في كل حاجة، ومش بيلاقوا وقت للتمرين احسن من الوقت اللي منعدم اللياقة اللي زي بيناموا فيه. بس مين اللي هيشرح الموضوع ده للجيران؟ اتصرفت التصرف الوحيد الممكن. جبت له قميص وبنطلون من هدومي، مقاسنا كان واحد تقريبا، خليته يلبسهم وبعدين جريته من ايده وطلعت بيه على سطح العمارة. السطح ما كانش فيه غير شوية طوب متكسر وأكوام رمل. لما بصيت حواليا وتأكدت إن محدش شايفنا غير اللي خلقنا، ولعت سجارة وقعدت على قليبين طوب وشاورت له بدراعي في الهوا عشان يكمل. يلا وريني بتتمرن إزاي. بان على وشه الرضا لما حس بالهوا الطلق وابتدى يتنفس بعمق، وبعدين قلع القميص عشان يكشف عن أجمل تكوين عضلي شفته في حياتي. كل عضلاته كانت مرسومة ومتحددة كأنها في أطلس تشريح ملون. على ظهره شفت وشم تنين مجنح، وسط دخان التبغ شفته هو بيعمل حركات تمهيدية بطيئة، وبعدين ابتدى يتحرك، ينط، يرجع لورا، يهجم، يضرب خصوم وهميين وهو بيتفادى ضرباتهم. السيجارة وقعت من بين صوابعي من غير ما أحس. اللي أنا شايفه أكيد مش حقيقي. مش ممكن يكون في توازن عضلي بالدقة والرشاقة دي. مش ممكن يكون الجسم ده من لحم ودم. الكائن الأخير كان بيطير في الهوا، بينزل على دراعاته، بيتشقلب، يرفع وشه لقرص القمر. ما بقاش موجود. دف السر اللي بيحكم قوانين الكون ودوران الذرات وهجرة الطيور. امتزج بالنجوم والليل والقمر لحد ما بقى جزء منهم. كنت ببص بانبهار على سلويت جسمه وهو بيتحرك قدام قرص البدر الكامل. وقتها بس فهمت إن الولد ده كان صادق في كل حرف قالهولي. كان إنسان مختلف عن بقية البشر. كان زهرة زرقاء. الصبح قررت إني أوريه القاهرة. كان مندهش من كل حاجة، كل ما يشوف حاجة تشد انتباهه. بس في حاجة شدت انتباهه أكتر من أي حاجة تانية: الأتوبيسات. كان عمره ما شاف أتوبيس قبل كده، ولا شاف حالة التكدس اللي بتخليه شبه علبة السلمون. لقيت إنه هيبقى شيء مضحك إن أشوف كائن النفرية الأخير راكب واحد منهم. ابتديت أراقب دهشته بطرف عيني ومحاولته إنه ما يخبطش في دي أو يدوس على رجل ده. الموضوع كان تحدي رهيب، حتى الكائن النفري متدرب على فن التفادي. شكله ما خلاش الناس تستغرب، مجرد سائح آسيوي بيجرب ركوب الأتوبيس. إلا إن في حادثة صغيرة كانت هتكشفنا. فجأة سمعنا صوت ست بتصرخ: الحقوني يا ناس، أنا اتنشلت. وسمعنا صوت الناس وهي بتنادي السواق عشان يطلع على قسم الشرطة. لحظتها عرفت إنها القصة إياها. الست مش لاقية محفظتها. شفت شخص مرسوم على ملامحه الشراسة بينط من شباك الأتوبيس. واحد مد إيده عشان يمنعه. الحرامي طلع مطوة شكلها بشع وحركها في الهواء قدام وشه وهو بيهدده، وبعدين كمل هروبه من الشباك عشان ينزل بين صفوف العربيات. بصيت بطرف عيني على هند شوكان عشان أشوف رد فعله. لقيت ملامح اللامبالاة مرسومة على وشه. فهمت إنه مش عاوز يلفت الأنظار أو يتدخل. في الشارع شاب شعب اتصدى للحرامي. الحرامي ضربه ضربة خفيفة بالمطوة جرحت وشه وطلع يجري. ودي كانت الغلطة اللي ما كانش المفروض يعملها. في لمح البصر ملامح هند شوكان اتبدلت. نط زي النمر من شباك الأتوبيس بعد ما عدى وسط أجسام الناس اللي واقفة بتتفرج على اللي بيحصل. الحرامي حس إن في حد بيجري وراه فزود سرعته، بس هند شوكان كان بيقطع في كل خطوة حوالي 4 متر.
المسافة بينه وبين الحرامي ابتدت تضيق. الحرامي وقف عشان يشتبك، كشر على انيابه زي الديب وهو بيحرك موتوته في الهواء يمين وشمال. كنا بعيد عن المشهد، رغم كده سمعنا صوت هند شوكان وهو بيصرخ تشا سرايانا، قالها وهو بيبعد رجليه عن بعض ويثبت قدمه على الرصيف. طبعا الحرامي اندهش، مع كده فضل يحرك المطوه وهو واقف في نص الشارع، جوانك سرايانا، وفرد دراعاته الأقصى امتداد ليهم جنب جسمه وباعد بين صوابعه، كيو سرايانا، ورجع راسه لورا. بعد ثانية أصوات ركاب الأتوبيس عيلت وهما بيطلبوا الرحمة للحرامي اللي اتحول لحتة قماش تنفع لتلميع الجزم. طبعا ما فضلش في بقه ولا سنة سليمة. انت مجنون، انت مجنون يا هند شوكان، هتلم علينا القاهرة كلها وكل الشرطة اللي فيها، وقتها قصتك مع النفراي هتبان غريبة شوية، وهيكون في احتمال كبير ان عدوك يعرف مكانك. سوان هاتشا سرايانا، هتف بالجملة دي وهو بيبص على ضحيته المرمية على الرصيف. في الوقت ده كنت وصلت له وشدته من دراعه عشان نتحرك بعيد عن الزحمة اللي ابتدت تتكون حوالينا. مشينا بسرعة وسط الفضوليين اللي محدش فيهم جرؤ انه يوقفنا، لأن الذهول كان مسيطر على الكل. أحب أهنيك على الدعاية اللي عملتها لنفسك، هنشوفك قريب في التلفزيون بتدرس فن الدفاع عن النفس. أنا أضرب سيء. أيوة هنكمل المناقشة الفكرية دي بعدين. زي النمر اللي بيحب ينام في الشمس، ما بيطلعش مخالبه إلا في وقت الخطر الحقيقي. الأيام عدت هادية بس من غير ملل. اتعلمت منه كتير عن فلسفة النفراي والتبت والبوذية، وهو اتعلم مني كتير عن العرب والفراعنة والفول المدمس. بصراحة كان شخص ظريف والعيشة معاه ما كانتش صعبة. كان بيتعامل مع الحياة ببراءة وانبهار، وروحه كانت أطهر من نقط المطر وأنقى من التلج الأبيض. أما عن إقامته في بيتي فما كانش فيها أي مشكلة. الجيران كانوا متعودين على العوايد الغريبة وأصفار الكتير، بالتالي ما لقوش أي حاجة غريبة في إني أستضيف صديق آسيوي في بيتي. اشتريت له شوية بدل شيك وحلقت له شعره على الموضة ولبسته نظارة شمس، بقى شكله كأنه رجل أعمال ناجح جاي من هونج كونج. صحيح كان وارد إن حد يوقفه عشان يسأله عن جواز سفره، بس ده ما حصلش لحد دلوقتي لحسن الحظ. في اليوم الكئيب ده حصل اللي كنت خايف منه. هند شوكان نزل يتمشى زي عوايده في الأيام الأخيرة، في الوقت اللي كنت مشغول بتقشير البصل في المطبخ والمخاط نازل من مناخيري مختلط بالدموع لما التليفون رن. خرجت للصالة وأنا بمسح مناخيري في كتف البيجامة ونضارتي متغطية بالدموع. سمعت صوت جوز أختي بيصرخ من السماعة: ازيك يا دكتور؟ عرفت إنه بيتكلم من التليفون الوحيد في قرية كفر بدر، التليفون الموجود عند العمدة، وهو من نوع التليفونات اللي بتشتغل بالمنافلة، وطبعا لازم تعلي صوتك عشان الطرف التاني يقدر يسمعك. قعد يسألني عن أخباري وأنا برد عليه باختصار بطمنه إن لسه محدش مات للأسف. وبعدين: هو لهبل لسه عندك؟ أخوه سأل عنه امبارح. أخوه؟ ضحك من قلبه وابتدى يحكي لي عن ضربة المعلم اللي عملها. امبارح كنت مع الحاج محمد السجة لما فات علينا واحد سواق لوري من القرية اللي جنبيني، وسأل عن شاب غريب جه يمنا من شهر أو أكتر، قال لنا إنه بيدور عليه عشان هو أخو التباع اللي شغال معاه. التباع دي بقى يشبه الأخرس الخارج الناطق، وقالوا إنه بيدور على أخوه في كفر بدر عشان تاه منه من شهور. دماغي كانت بتغلي وطلعت بيكمل حكايته. الغريب بقى إن التباع شكله غريب برضك، وظهر فجأة في الجارية دي، وسواق اللوري حب يكسب فيه ثواب فخده يشتغل معاه، واتطوع في إنه يساعده يدور على أخوه. فتحت بقي عشان أسأل السؤال اللي كنت هتجن لو ما سألتوش: وانت قلت لهم على الأخرس؟ طبعا الواحد قال لما يلاقي فرصة زي دي عشان يعمل خير. وقلت لهم على عنواني في القاهرة؟ طبعا، وكتبته له على ورقة صغيرة كمان، هيكون عندك النهاردة أو بكرة بالكتير. ايه اللي حصل يا دكتور؟ هو انا بيتهيالي ولا انا سامع صوتك بتبكي؟ لازم نهرب. الفكرة سيطرت على دماغي لدرجة اني ما قدرتش افكر بمنطقية. لازم اهرب، ده جاي بيتي انا بالذات. الكاهن الفاشل الدموي المتعصب عرف يلعبها كويس. بمجرد ما وصل للقرية اللي جنب كفر بدر دب بين اهلها باسلوب شبه اسلوب هند شوكان، وبعدين اشتغل على عربية لوري بعد ما حكى للسواق قصته الحزينة، قصة الأخ اللي بيتنقل بين القرى عشان يدور على أخوه المتخلف عقليا. والسواق الشهم ما كدبش خبر وساعده. وطبعا كفر بدر كانت القرية الأولى المرشحة للبحث، ودي أهو لقى اللي بيدور عليه من غير مجهود. زي ما يكون جرس الباب قفل دايرة كهربية متوصلة بجهازي العصبي. اتنفضت ونطيت لفوق متر، وبعدين استجمعت شجاعتي وعملت أول حاجة المفروض أعملها: حطيت قرص نيتروجليسرين تحت لساني عشان شراييني التاجية تستحمل اللي هيحصل، واتجهت ناحية الباب وأنا عارف مين اللي بيرن الجرس. مش هيكون حد غير هند شوكان اللي ما اديتهوش نسخة من مفتاح الشقة لحد دلوقتي. هحكي له كل حاجة فورا. بس اللي جه ما كانش هند شوكان،
كان فلاح شعره منكوش تحت طاقية صوف قذرة ولابس جلابية قديمة. قبل ما أسأله عاوز إيه فهمت من غير مجهود إنه جينغ تشا. أنا عارف العينين الضيقة والبشرة الصفراء والخدود البارزة. اللي شايل الملامح دي أكيد آسيوي، وبالتحديد من منطقة التبت، وللدقة لازم يكون هو جينغ تشا. هيكون مين غيره؟ قبل ما ألحق أفكر هعمل إيه. دكتور رفعت؟ أيوة أنا دكتور رفعت، ومديت إيدي بسرعة عشان أقفل الباب في وشه. بعد النقطة دي مش فاكر اللي حصل. ردود أفعال الولد ده كانت أسرع من القدرة التحليلية لخلايا شبكة عيني. مش ممكن تعرف اللي حصل إلا لو صورت المشهد بكاميرا السينما بتلقط 1000 فريم في الثانية. فجأة لقيت نفسي اترميت في ركن الصالة في الوقت اللي كان بيدخل فيه من الباب ويقفله وراه. ده حتى كسر لي نضارتي، ملحقتش أحس بالألم. دهشتي غطت عليه بسرعة. قعدت أراقبه بقلق وهو بيلف في الشقة، بيدخل كل أوضة من أوضها وهو بيدور على حاجة. هند شوكان. ما لقيتش أي فايدة إن أعمل عبيط. رديت عليه وأنا بحاول أبلع مرارة اللي حصل وكرامتي اللي اتمسح بيها الأرض. خرج، بصلي كام ثانية بشك، وبعدين واضح إنه قرر يعمل لي امتحان سريع. سألني بهدوء: شوكارة فين؟ فهمت من طريقة سؤاله إنه شبه متأكد إني معرفش حاجة عن الموضوع. بيتوقع، وده من حقه طبعا. بيتوقع إن الكاهن الأخير ما قاليش على مكان الكتاب ده. لو كان قال لي إنه موجود أصلا قررت إن أرسم على وشي ملامح البراءة والغباء على قد ما أقدر. إلا إنه وطى جنبي وبصباعه السبابة والإبهام لم كام شعراية من سوالفي وشدهم. كأنه بيخلع جزء من مخي. سيبني اسمعني يا أستاذ، أنت راجل محترم وابن ناس وممكن نتفاهم. ها؟ شوكارة فين؟ غريب الموضوع ده، مع إنه واثق إني معرفش مكان الكتاب، إلا إنه مصر يعذبني عشان يتأكد. شوكارة. ازاي اقول للمعتوه ده اني خلاص مش قادر استحمل اكتر، وان اللي ممكن يستحمله النفراي صعب يستحمله راجل كبير في السن زيي. جرس الباب جه في وقته عشان خلى الولد يتخض ويسيبني. فكر شويه وبعدين قام اتجه للباب ووقف وراه ومد ايده فتحه وهو بيحاول يكون بعيد عن مجال رؤيه اللي بيخبط. الباب اتفتح ودخل منه هند شوكان، وفي ايده كيس مليان بيض اشتراه من السوق، وعلى شفايفه ابتسامه نصر كأنه طفل أمه بعتته السوق أول مرة ونجح إنه يشتري لها اللي هي عاوزاه. لف بخفة عشان يكلم اللي افتكره أنا. في اللحظة دي العينين اتقابلت وفهم كل حاجة. الباب اتقفل بصوت عالي قبل ما الصمت يسيطر على المكان. مفيش صوت غير صوت أنفاسنا. جينغ تشا قرب بهدوء من هند شوكان وهو بيبتسم ابتسامة لزجة، ولأول مرة أشوف الرعب في عينين الكاهن الأخير. نظرة فار وقع في المصيدة، أو قطة شافت خيارة، أو طالب بيدور على نتيجته في الثانوية العامة، أو أي نوع تاني من الرعب ممكن تتخيله. جينغ تشا ابتدى يتكلم بلغة ما فهمتهاش. صوته كان خشن وجمله كانت بطيئة مليانة بالسخرية والغرور والتهديد. أما هند شوكان كان بيرد عليه بعصبية وتوتر والكره بيلمع في عينيه. كانوا بيتهموا ويشتموا بعض طبعا. في اللحظة دي رجعت أفكر بهدوء. أكيد هيحصل صراع دموي ما بينهم بعد لحظات. البديهي إني مقلقش على هند شوكان عشان تدريبه أحسن، بس عنده نقطة ضعف واحدة اللي هي بكل بساطة أنا. أيوة أكيد جينغ تشا هيحاول يستغلني عشان يضغط على هند شوكان. بالتالي مش هيكون جبن مني إني أحاول أنسحب من المكان من غير ما أعمل أي صوت. ومن هنا ابتديت أزحف ناحية باب الشقة ببطء. كانوا لسه مشغولين بيتكلموا مع بعض ونسيوا إني موجود. وفجأة بدأ الاشتباك. كنت في نص الطريق لباب الشقة لما سمعت صوت كرباج بيشق الهوا. لفيت راسي عشان أشوف. ما كانش كرباج، كان دراع جينغ تشا اللي اتحرك بسرعة وشق الهوا وهو متجه ناحية بطن الكائن الأخير. صوابعه كانت واخدة شكل العنكبوت، وده اللي خلاني أرجح إنها واحدة من قبضاتهم السرية. اللي حصل بعد كده صدمني. هند شوكان تنى جسمه لقدام على قد ما يقدر عشان يبعد بطنه عن الخطر، وبعدين اتفادى ضربة من رجل جينغ تشا كانت هتنسف دماغه. كان بيتفادى كأفضل ما يكون. لو حرامي هجم على بيتك التفادي مش هيمنعه انه يسرقك، مش هيمنعه انه يأذي والدتك العجوزة، ومش هيمنعه انه يقطع كتاب صلواتك. هند شوكان صرخ بالجملة دي وهو بيبعد رجليه عن بعض ويثبت أقدامه في الأرض. في نفس اللحظة لمحت تعبير الخوف وهو بيترسم على وش جينغ تشا. صرخ بالجملة دي وهو بيفلت دراعاته بعيد عن جسمه، وبعدين صرخ الصرخة الأخيرة وهو بيرجع براسه لورا. المشهد بقى ممل جدا في الحقيقة، واندفع زي السهم اللي خرج من القوس في اتجاه عدو اللدود. مشهد جامد، أول مرة أشوف قتال نفراي بين شخصين متكافئين. جينغ تشا ما كانش خصم سهل، كان عارف مكان واتجاه كل ضربة وعارف ازاي يتفاداها قبل ما تلمسه. فازة غالية بتتكسر وبعدين واحدة تانية. صرخت برعب وانا بقف بينهم. ابوس ايديك واطلعوا فوق سطح العمارة يستعمل الحبايب ألف. لقيت نفسي طرت في الهواء وقعت في ركن الصالة وعظمي كله بيئن. مين اللي ضربني؟ وامتى؟ وازاي؟
معرفش. المهم إن الشخص العادي اللي زيي بيبقى عبارة عن دبانة لو حب يشتبك مع الوحوش دي. بيتهيالي إن الأفضل إن أهرب من السيرك ده. ضغطت على نفسي وجريت عشان أفتح باب الشقة. لقيت جاري الأستاذ زكريا مدرس الجغرافيا اللي ساكن في الدور اللي تحت. كان لابس بيجامة وطاقية صوف ووشه أحمر لون الطماطم. ايه اللي جرالك يا بني ادم يا عديم الذوق؟ انت اتجننت؟ فهمت إن الخناقة اللي عندي كانت هتوقع السقف فوق. حاولت أفهمه بهدوء. أنا آسف، بس أنا عندي كاهنين من النفرين من القرن ال16 بيتخانقوا مع بعض. طبعا أنت فاهم المواضيع اللي زي دي. فتح بقه عشان يقول حاجة. لحظتها اتفاجئ بجنغ تشاب يظهر من جوه الصالة وهو شايل كرسي خشب تقيل وبيعوي زي الديب قبل ما ينزل بيه على راس هن تشوكان اللي صد الكرسي على دراعه عشان الخشب يتكسر ويتنطور في كل مكان. انت مجنون، انتوا كلكم مجانين. قال الجملة دي وهو بيرجع بظهره وهو مش مصدق اللي شايفه، وبعدين اداني ظهره وطلع يجري وهو بيقول كلام ما ينفعش اقوله عن حياة العزاب وعن توقعه ان القيامة هتقوم اخر الشهر ده بالكتير وعن الحكومة اللي سايبة امثال الناس دي عايشة بحرية بين الناس العادية. طلعت اجري وراه عشان اهديه. نزلت درجات السلم ودخلت وراه من باب الشقة. اول ما خد باله مني صرخ بعصبية. انت ايه اللي جابك ورايا يا متخلف؟ عاوز ايه؟ وبعدين صرخ في بنته الشابة اللي طلعت من اوضتها عشان تشوف فيه ايه. وانتي ادخلي اوضتك حالا. حاولت افهمه الموقف. استاذ زكريا، الشابين اللي في شقتي هيقتلوا بعض، لازم نطلب الشرطة فورا. كنا لسه سامعين صوت المعركة فوق راسنا لما الراجل بصلي بحيرة وبعدين سألني. يعني دول مش شلة السوق بتاعتك؟ الدم طلع على راسي. أنا شلة سوق؟ هو أنت عمرك شفت لي صحاب أصلا؟ وبعدين سوق إيه اللي هيعمله راجل عجوز أصلا عنده القلب والربو زيي؟ يلا هات التليفون بسرعة قبل ما الدم يغرق سلالم العمارة. بان عليه إنه اقتنع. راح يجيب التليفون وهو بيبص للسقف بخوف كأنه متوقع إنه ممكن يقع عليه في أي لحظة. دورت العجلة بالرقم الرهيب المريح. 1 2 2 واستنيت لحظة من غير فايدة. إيه ده مفيش حرارة أصلا. طلعت جري على الباب عشان أحاول أطلب الشرطة من شقة اللي هو محمد حليم في الوقت اللي واقف فيه ال5 بنات الأستاذ زكريا يبصوا على اللي بيحصل وهم مش فاهمين. صرخ فيهم عشان يدخلوا أوضهم كأنه بيهش دبان. لما وصلت عند الباب وقفت ورجعت خطوة لورا. استوعبت إننا في مصيبة كبيرة. كان في شاب ملامحه آسيوية لابس قميص وبنطلون شكلهم قذر واقف على باب الشقة شايل في إيده سكينة شكلها كئيب. شاور لي بهدوء إن أفضل مكاني وما اتحركش. إيه ده؟ مين ده؟ الأصوات علت وهي بتسأل. ما ردتش. اكتفيت بإني قفلت الباب ورجعت جوه الشقة وولعت سجارة وأنا بقعد على الكنبة. يبقى ما جاش لوحده. دكتور رفعت، مين الراجل ده وعاوز إيه؟ جم وراه. جنرال تشا مش هو الوحيد اللي سافر في الزمن والمكان عشان يدور على الكائن الأخير. رهبان المعاينة جم معاه. الواحد مش محتاج يكون حد الذكاء عشان يفهم إننا متحاصرين. يمكن تكون العمارة كلها متحاصرة، وده معناه إننا رهاين مهمتها إنها تضغط على هن تشوكان عشان يسلمهم الكتاب الغالي. في الحقيقة لعبوا لعبتهم بذكاء. فهموا إن الكائن الأخير مش هيتهزم، وحتى لو انهزم مش هيتكلم. في الحالة دي مفيش غير طريقة واحدة للضغط عليه: الرهاين. تليفون. أنت نسيت إنه عطلان؟ أكيد هم اللي عطلوه. فهموا مفردات عصرنا وأهمية التليفون بسرعة. دلوقتي كل اللي قدامنا نعمله إننا نقفل أبوابنا ونتمنى التوفيق للكاهن الأخير في معركته المصيرية اللي بتحصل فوق راسنا. ممكن لو سلمهم الكتاب تكون قدامنا فرصة، مع إني أشك إنه لو عمل كده هيشكروه ويعتذروا لنا ويمشوا. المشكلة إن أنا اللي جبت المصيبة دي للعمارة، ودلوقتي 10 أسر بتواجه ورطة واضح إن مفيش مفر منها. جه الوقت عشان أتمنى لكم ليلة سعيدة وأسيبكم. شايف كام واحد منكم بيشد في كمي، وسامع كام واحد بيسأل عن اللي حصل بعد كده. انتوا فعلا مهتمين؟ ما كنتش فاكر ان حصار شوية بوذيين لعمارة سكنية ممكن يثير فضولكم. طيب انا هنفذ لكم طلبكم، هحكي لكم اللي حصل بالتفصيل، بس دي قصة طويلة والوقت اتأخر والنوم مهم. الراجل كبير في السن زي ممكن بكرة أكمل لكم القصة، وممكن في ليلة تانية. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة، 1993.